اهلا بيكم في حلقه جديده من عين العقل. عملوا لنا مجات، ما اعرفش كان عبد الفتاح المفروض يبقى يفيد النور ويفتح النور، ما عملش الحاجات دي، مش قضيه. انا معايا بقى النهارده مواضيع ساخنه جدا عشان معايا طوبار ومعايا ابو ادهم، ودول اصلا جناحي الشر في البرنامج ده. الحقيقه انا لقيت حل ليك لو انت متضايق وعايز تعمل نفسك مناضل. انا لقيت لك حل. لو انت جاهل وعايز تعمل سياسي، انا لقيت لك حل. لو انت مش فاهم راسك من رجليك، في حل. لو عايز تشترك في مجموعات قاعدة كده في نوادي أو قاعدة كده في دكة، أو دخلت تخطب مثلا وحماك عايز يتكلم في السياسة اللي هيبقى حماك، يعني لقيت لك حل. أي حاجة ليها حل واحد، كل الحركات دي ليها حل واحد. عايز تخش تخطب، شبكتك مش قد كده، فرشك مش قد كده، وظيفتك مش قد كده، أو لو حتى كل ده تمام وأنت عايز تبين إنك أنت شخص ظريف، أول ما تخش اشتم الإخوان كده في الوش. شوف الاخوان ولاد كده هيجي حماك واخدك بالحضن بقى وبايسك، وخطيبتك تقول عليك مثقف وانك ما حصلتش. النادي بقى وانت داخل على اصحابك في النادي كده زي ابو ادم ما بيروح النادي بالليل، تيجي داخل شفت مرسي عمل، خلاص بقيت انت كده مثقف. اي حل. عايز تعمل اي حاجه تبين فيها انك انت مثقف، خش اشتم في الاخوان. انت مش داريان من راسك من رجلك، يعني مش مشكله، بس طالما شتمت في الاخوان هتبقى شخص مناضل. عايز بقى تخش قهوه في الزمالك كده وتلاقي مجموعه يساريين على الشيوعيين قاعدين مع بعض، وعايز تصاحبهم، تيجي ضارب مثلا شتمه مثلا في البلتاجي، عصام العريان، عاكف، بديع، الناس دول، تبقى انت مية مية. اما اذا حبيت تبقى شخص منبوذ من المجتمع وجاهل ومتعرفش حاجه، اعمل العكس، اشكر في مرسي، هيطلع 30 ترك 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 ترك. اشتم في البلتاجي، يا صلاه النبي على خفه الدم اللي هتبقى فيه. على كل حال، هي بقت في مصر اللعبه كده، عشان تبان انك انت مثقف لازم تمشي مع الموجه، والموجه دلوقتي هي الشتيمه في الاخوان وفي مرسي وفي كله وفي كله وفي كله، تمام. اما اذا كنت انت شخص عايز تقول كلمه حق، فدور لك بقى على كنبه، كلم الشلته بتاعت الكنبه كده. لانه انا النهارده ضارب حوار بيني وبين جار محترم جدا انا بحبه قوي، الدكتور محمد عباس. دار بيني وبينه حوار النهارده حوالين القضاء ومساله القضاء، اعترف الراجل او اقر سوري واعترف انه في مشاكل في القضاء، مش عايزين نقول فيه عشان بس ايه، المستشار الزين دلوقتي مطلع اجنده وقاعد يسجل اسماء الناس اللي بتتكلم على القضاء وحش، يا اما يسميهم غلمان، يا اما هيترفع عليهم قضايا ويروحوا في داهيه، وانا بقى ما عنديش لا تشتم ولا اروح في داهيه. الراجل اعترف معايا اني انا رايي امبارح اللي قلته على القضاء مظبوط، واللي قاله المستشار الخضيري. انما بينما قال لي فجاه كده لوحده، وانت بقيت اخوان ولا ايه؟ قلت له ليه؟ انا كنت ضد المسيره بتاعت امبارح دي واعلنت كده رايي، انما برضو مش لازم اكون عشان المسيره بايخه وسخيفه مش لازم ادافع عن القضاء. بالظبط، انا في حته في النص كده، اقول الراي اللي انا عايزه بمزاجي. انا بمزاجي بأقر وبعترف زي ما المستشار الخضيري قال امبارح ان القضاء عايز اصلاح، تهذيب، اي حاجه اللي انت بتقولها صح يا ابو ادم، صح. انما ما يعنيش ان انا هشتم في الاخوان ان انا دافع عن القضاء، يعني ما اعملش دي نكايه في ده، يعني ما اقولش القضاء كويس عشان بس اغيظ الاخوان، لا. مسيره انا امبارح ضدها، انما في نفس الوقت القضاء يعني على فكره، بالمناسبه في عصام سلطان النهارده وزاره العدل رفعت عليه قضيه لانه قال ان في قضاه مش عارف ايه كده. خلي بالك وانت بتتكلم على القضاء، لان المستشار احمد الزند ماسك عصايه مكهرباء دلوقتي، وانت بتتكلم عن القضاء كده تتكهرب، هتروح في داهيه، او معاك بقى ايه قضاه بقى. على كل حال، الحكايه في مصر بقت ماشيه كده، هتتكلم على الاخوان كويس هتروح في داهيه، هتتكلم على الاخوان وحش هتبقى حبيب ناس كتير جدا. الراجل بيقول لي، البوجي بيقول لي الاخوان في امبابه يعني دلوقتي بقى بصراحه يعني شكلهم وحش قوي، انا مش عايزك يا استاذ محمد تبقى من الاخوان، بيحذرني بوجي يعني. فقلت له يا بوجي انا لا من الاخوان ولا من غيره، هو انا لو قلت راي هبقى من الاخوان؟ لو قلت راي يعني ايجابيه واحده هبقى من الاخوان؟ النهارده طلع لي واحد على الفيسبوك بيقول لي انه زياره الرئيس لروسيا، رئيس مرسي لروسيا، كانت سخيفه وبايخه وبتاع ومش عارف ايه والى اخره يعني. حبيت اعرف هي ليه سخيفه وبايخه. طب ما انا سمعت اراء تانية غير ده، وانا بقول رايي التاني اتقال لي انت اخوان. الله، في ناس حذرتني امبارح، فانا مش عارف بقى امشي ازاي. لو مشيت كده تبقى مع الاخوان، لو مشيت كده تبقى مع المناضلين الثوريين. زي النهارده الراجل اللي طالع اعترف على خالد علي وقال امبارح خالد علي في المسيره دي، الناس اللي طلعوا هاجموا المسيره كان معاه سلاح وضرب وبتاع. خالد علي ده كان مرشح لرئاسه الجمهوريه وانا قابلته، وشخص تجمعني بيه كده معرفه كويسه. انا مش مصدق ان خالد علي
كان مع البلطجيه اللي طلعت. انا مش مصدق، بس هو الراجل اعترف عليه كده. انا بقى لو جبت سيره خالد علي دلوقتي مش مشكله. ليه؟ لان الراجل ملوش شعبيه قوي يعني. لو جبت سيره حمدين دلوقتي مش مشكله. لو جبت سيره، الغريب بقى ان اللي بيهاجم الاخوان تقول له طب واخبار جبهه الانقاذ والمعارضه، يقول لك ولاد تك 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 تك. طب ما انا يعني، ما انا في حته برضه بقول كده، انا لا اخوانجي ولا مع دول. خلونا نقول ان بقت في ارهاب بيمارس ضدك. قبل ما تقول رايك يقول لك انت اخوان، فانت تلاقي نفسك رجعت في رايك كده واتهزيت من جواك وتقول ايه؟ لا 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 مش اخوان، انا مش اخوان، كأن الاخوان دول سبه، وكأنك انت فعلا اخوان. وعلى راي الاستاذ محمد القدوسي، لا متهيألي الاخوانجي لو دخل ديانه ثانيه هيبقى اخوانجي برضه. ان خلاص هي بقت جريمه، ويرهبك الشخص في المناقشه يقول لك لا لا انت اتغيرت على فكره، لا 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 لا, لا. انت كنتش كده زمان، لا 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 لا. انا مره رحت رحله كده للدوحه، اعمل شغلانه صغيره وارجع. اصحابي كلهم قالوا لي الله، الدوحه ده انت بقيت اخوان. كأن المصريين اللي بيشتغلوا في الدوحه دلوقتي كلهم اخوانجيه، واي مصري يعمل حاجه في الدوحه يبقى اخوانجي، زي ما الناحيه الثانيه بتوع الاخوان اي حد هيروح يقابل شفيق ويسلم عليه بقى خاين، وهكذا. انت يا سيدي المواطن محتار، اما انك تكون اخوانجي او تكون معارض، وساعتها بقى تبقى وطني ودمك خفيف والخطوبه تمشي زي ما عملها ابو ادهم كده، خش كل دماغ حماه بكلمتين وقال له شفت الاخوان، شفت مرسي الشبكه دخلت الموضوع خلص. الله، وايه يا حمايه، انا مش عايز ابقى اخوان، بس في نفس الوقت مش هشتم لك فيهم. لما تبقى في حاجه تستاهل الشتيمه هنشتم. استقطاب رائع داير في مصر دلوقتي، اي حد هيقول لك اي حاجه، هيقول لك اخوان، هيرهبك بكلمه الاخوان. ارجوكم ارجوكم اوعى حد يرهبني ويقول لي الاخوان وانت بقيت مع الاخوان. انا لا علاقه لي بالاخوان، ولما هيعملوا حاجه سخيفه هطلع عشان عليهم هنا، زي ما الحوار هيجي مع الاستاذ كمال الهلباوي دلوقتي وهنتكلم فيه على التمويل بتاع الاخوان والتنظيم الدولي وعلاقه الاخوان بايران، وهو ليه اصلا ساب الاخوان، وايه علاقه الاجنحه اللي في الاخوان، الاجنحه القطبيه اللي تنتمي لسيد قطب فكرا، والاجنحه الاصلاحيه اللي تنتمي لعمر التلمساني اللي منها عبد المنعم أبو فتوح وثروت الخرباوي ومختار نوح وهو الاستاذ كمال الهلباوي. دول اتطردوا بره لانهم اصلاحيين. كل ده هنناقشه النهارده بمنتهى الجراءه والقوه مع الاستاذ كمال الهلباوي. اللي عايز يكتشف احنا ايه، او من اللي انا قلت من الاول ما تدورش ورايا، لان انا لا انتمي الى اي فصيل من دول. عشان كده بمنتهى الحب والقوه والصراحه هنفتح مع الاستاذ كمال الهلباوي كل ما يدور حوالين الاخوان والتنظيم الدولي. انما اوعى يا محمد عباس او يا طوبار، الاخ طوبار ده على فكره، طوبار دي عيله كبيره قوي، كان منها مناضل بجد ايام الحمله الفرنسيه اسمه الشيخ حسن طوبار تقريبا، وما اعرفش منها ناصر الدين طوبار ولا لا، بس ده كان اسكندراني، كان من البحيره. اوعى يا اخ طوبار تهددني وتقف تبص لي كده لما اجي اتكلم على حاجه ايجابيه تقول لي انك انت بقيت اخوان. والعوض على الله بقى في الراي الصريح، يا اما تبقى مع الاخوان يا اما تبقى ضد الاخوان. اللي في النص اللي زي حالاتنا كده بقى هيتارجح، مره يقول ايه راي ايجابي فيقول انت اخوان، مره يحلف على المصحف ان هو عمره ما شاف الاخوان ولا زارهم. كده او كده في النهايه بيمارس عليك راي واضطهاد كده وارهاب. اللي عايز يخطب، اللي عايز يشتري حاجه، اللي عايز يخش محل ويعمل نفسه دمه خفيف، اللي في النادي مالوش اصحاب وعايز يبقى له اصحاب، اول حاجه تعملها اشتم في الاخوان، اشتم في مرسي واشتم في ده واشتم. وعايز اقول حاجه على مرسي، لما الرئيس اتهان هنا، اتهان في البلد دي، انتوا زعلانين ليه من انه هو مثلا في روسيا قوبل وحش، لما اصلا في بلده طلعوا عليه الجرايد والصحافه هانته؟ لما يتهان في روسيا بقى هنزعل عليه ليه؟ قال طالعين النهارده زعلانين عن الرئيس لم يقابل في روسيا بشكل كويس. اذا كان هنا الراجل اتهان، بره يعمل ايه بقى؟ اكيد يعني معرفش اتهان او لا، زياره روسيا كانت مفيده. اهلا بيكم مره ثانيه. نبدا بقى بالاراء الكتاب المحترمين اللي دايما احمد الباشا واصدقائنا او زمايلنا في الاعداد بيجيبوا لقطات كده صغيره من الكتاب. عندكم مثلا اول حاجه بتقول القضاء الذي باشر الاشراف على انتخابات الرئاسه، القضاء هو الذي باشر الاشراف على انتخابات الرئاسه التي جاءت بالدكتور مرسي الى سده الحكم. ده عادل السنهوري في اليوم السابع. وكأن الرئيس المخلوع يشير إلينا جميعا بالاتهام ولا يستثني منا أحد. ده سيف الدين عبد الفتاح في الشروق. لقد تحولت خطبة الجمعة إلى مادة ثرية على صفحات الجرائد والمواقع الإلكترونية بالنظر لما صارت تحمله من عناصر إثارة وفواتح شهية لقراءة تتضمن مواقف وطرائف ونميمة وخناقات واشتباكات. كل ده على التنكيت والتهريج أحيانا. ده وائل أنديل برضو في الشروق.
الأخيرة خالص بتقول أنا إذا تعطلت ومر موعدها الملائم فربما كان الخيار الأفضل والأنفع لنا أن نشتري مستقبلنا ومستقبل أولادنا الذي نحلم به جميعا ونطوي ضلوعنا الموجوعة على صفحات الماضي الأليم. ده جمال فهمي متحدثا عن الفرق بين الثأر والعدالة إلى آخره. يعني خلينا بقى نرجع للأخبار. الرئيس راح زار روسيا، بس اقول لكم اخر الاخبار دلوقتي اللي موجوده دلوقتي على الساحه. يعني الفريق السيسي القوات المسلحه تتحرك باعلى معدلاتها لتكون على استعداد دائم. البابا توادرس بيقول مصر وطن اصيل ونحافظ عليه بالعمل والمشاركه السياسيه. بالمناسبه انا قريت النهارده مقال في جريده الشروق للدكتور اكرام لمعي اللي كان معانا من شويه بيتكلم على الاوهام الاربعه اللي خاصه بالاخبار. مقال كان هايل ورائع. يعني محكمة جنايات طنطا ترفع الجلسة المرة الثانية خلال نظر لقضية قتل المتظاهرين. الأسارة يشارك في لقاء جبهة الضمير. انتوا عارفين النهارده جبهة الضمير غالبا دلوقتي او من شوية كانت في لقاء مع الرئيس، والأصالة موجود في اللقاء ده. رئيس جامعة عين شمس بيقول ان الطالب اصبح يحمل جنسية الفصيل الذي بينتمي ليه جوه الجامعة. بالمناسبة الجامعة ما اعرفش اتاكدت ولا لا. جماعة اسمها انونيموس توجه انذار شديد اللهجة للإخوان وتحذر سندمركم. احنا وصلنا لمرحله ان جماعه زي دي بتوجه لجماعه تانية على الفيسبوك بقى انذارات كده، والامن في الكونشيز نايم. يعني ممكن دلوقتي حد يوجه لاي حد اي قضيه او يقول له هقتلك والامن مش هنا. عمرو الشبكي بيقول على الرئيس تغيير الحكومه وتشكيل اخرى من التكنوقراط. بالمناسبه الرئيس مرسي على تويتر، على الحساب بتاعه في تويتر، كتب ان في حركه محافظين جايه وفي تغيير وزاري جاي. تمام. هو كتب كده، الرئيس كتب انه في تغيير وزاري قادم وانه في 6 محافظين هيتغيروا تقريبا. بس بعض الناس من اللي هم نيتهم سيئه زي احمد الباشا مثلا زميلنا قال لي طب ما هو ال6 محافظين دول هيبقوا كلهم من الاخوان. يعني هو مشكله احمد باشا ان ال6 محافظين هيبقوا من الاخوان او لا، هو بيؤكد انهم هيبقوا اخوان. وفي الناحيه الثانيه في مشكله انه الناس منتظره التغيير ده، زي بيقول عمرو الشبكي انه على الرئيس تغيير الحكومه كلها بقى وتشكيل أخرى بالكامل، تغيير حكومة بالكامل وتشكيل أخرى من التكنوقراط. التجمع بيقول التعديل الوزاري هدفه إيهام الناس بوجود تغيير في سياسة الحكم. بالمناسبة حزب التجمع ده شقة. يعني الراجل اللي اسمه حسين عبد الرازق ده راجل محترم جدا بس قاعد في شقة. يعني حد يقول لي هو فين حزب التجمع ده في الشارع؟ شقة وشوية حناجر بتتكلم، انت لو قربت منهم هتلاقي عارف يعني ناس بتتكلم مع بعض. يعني المهم ايه، تلاقي ايه وان والمصطلحات والحاجات. بس حزب التجمع فين؟ حزب التجمع شقه في وسط البلد. حسين عبد الرازق بقى بكله، بالراجل رفعت السعيد ده انا قبل الثوره عشان بس اخلص. يعني رفعت السعيد ده كان عنده مشكله واحده في حياته. الدكتور رفعت السعيد طبعا راجل محترم على راسنا. يعني كان عنده مشكله واحده بس، كل ما يطلع في الاعلام تخصص هو في شؤون الاخوان. يعني انا مش فاهم يعني ازاي قائد كبير وعظيم زي الدكتور رفعت السعيد حياته كلها حاطط راسه من ساعه ما اتولد للاخوان. الاخوان. يا عم بص الحزب بتاعك مش موجود. الدكتور حسين عبد الرازق راجل محترم جدا ويساري عظيم يعني، بس هو ايه الحزب؟ شقه. فين الحزب؟ شقه في وسط البلد على شويه ناس بتروح تشرب شاي وقهوه ويضربوا 13 علبه سجاير سوبر ومع السلامه. فين الحزب؟ طب فين فصايله في الشارع؟ طب فين تنظيماته وتكويناته؟ انا ما اعرفش. جايز يكون ده اقوى حزب في السوق بس انا ما اعرفش. انا اللي اعرفه ان انا اعدي كده الاقي ضريح حزب التجمع، شقه كده في وسط البلد وشقه في حته حلوه. بقيت بقى الدوله اللي هي حاجه و20 محافظه او 30 محافظه مش موجود في حزب التجمع خالص. بس يطلعوا بقى على الجرايد، يطلع الدكتور حسين عبد الرازق يقول لك التشكيل الوزاري القادم سيكون بقصد ايهام الناس. يا استاذنا الشارع بيولع وفي اخوان وفي تمكين وفي مش عارف تمويل. معلش. على كل حال توافد شباب 6 ابريل الجبهه امام محكمه التجمع للتضامن مع عضو الحركه. انتوا عارفين ان عضو حركه 6 ابريل بيتحاكم دلوقتي. القبضه للصناعات الغذائيه بتقول تعبئه السكر التمويني بمصانع الشركه. محمد ابو حامد حبيب قلبي انا لو ما شفتش محمد ابو حامد بتضايق يا جماعه. انا محمد ابو حامد ده حاجه كده بالنسبه لي، يعني انا بتفائل بيه. بيقول ايه بقى محمد ابو حامد؟ بيقترح سلطه بديله برئاسه، انا اسف قريتها غلط، انا اسف. ابو حامد يقترح سلطه بديله، بس معلش سلطه وسلطه مش باينه قوي. يقترح سلطه بديله
برئاسه شخصيه وطنيه لم تترشح للرئاسه. العجل في بطن امه. هي تقريبا فزوره وانا احلها يعني. هو بيقول كده: ابو حامد يقترح سلطه يا اخي، سلطه بديله، يعني عايز يكون سلطه كده في الهواء بديله بيرأسها شخصيه وطنيه لم تترشح للرئاسه. اللي يحل الفزوره دي يكلمني، لان ابو حامد ده الحقيقه يعني بسم الله ما شاء الله حاجه. هو بيقول ايه؟ ان احنا نسقط مرسي، بصراحه انا عايز كده، نسقط الرئيس مرسي ونعمل سلطه بديله يعترف بها الشعب والعالم. هذا الرجل بيتعاطى شيء قبل ما يقول التصريح، لانه التصريح ده بالنسبه لي مش مفهوم. ربما لو هو شرحه لنا اكون شاكر للاستاذ المبجل محمد ابو حامد، اللي لو ما طلعش يوم بيغيب عن النوم. يعني لو ما شفتش ابو حامد يوم كده بحس ان انا مش هنام النهارده، حاجه كده مفرحه زيه زي بقيه ناس كتير، بس انا ابو حامد ده تحديدا انا تخصصت فيه يعني الحقيقه. المهم، الوفد بيسحب بلاغه ضد عبد الرحمن عز. مصرع واصابه 3 من اسره واحده بطلقه بسبب سوء الاحوال الجويه. محامي مبارك بيقول احكام. انتوا عارفين ان مبارك النهارده خد براءه برضه، او يعني طلع من الحبس الاحتياطي في قضيه ثانيه. المحامي بتاعه بيقول احكام البراءه امر محسوم لموكلي في جميع القضايا الملفقه. أكد المحامي يسري عبد الرازق رئيس هيئة الدفاع المتطوعة عن الرئيس السابق محمد حسني مبارك إنه من المتوقع الطعن على الحكم الصادر اليوم. القضايا الأستاذ يسري عبد الرازق بيقول ملفقة. وأحمد الزين بيتكلم على إصلاح القضاء والقضاء خط أحمر. المحامي بيقول القضايا اللي احنا رفعناها على حسني مبارك ملفقة. يعني مش هنتكلم. قيادي بالجماعة الإسلامية بيطالب مرسي بخطوات استباقية حاسمة. وزير التعليم العالي بيعترف هناك قصور في إدارة الأزمات. والخبر اللي أنا بقى مش هقوله لكم: إخلاء سمير مبارك بالكذب استنادا للمادة 139. ونقرأ الخبر بقى مع بعض عشان ده خبر مهم جدا قبل شوية الأخبار اللي جايبه لنا الزملاء دول. إنه أخلي سبيل النهارده الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك قدام جنح مستأنف مصر الجديدة. أخلي سبيل النهارده طبقا للمادة 139. تقريبا مبارك الأسبوع الجاي ممكن يكون مع أولاده اللي هم بتوع اسفين يا ريس، ممكن يكون قاعد معاهم دلوقتي بيتعشى أو حاجة، لأن القضايا كلها زي ما قال يسري عبد الرازق الأستاذ يسري عبد الرازق ملفقة، وهو عمال يطلع براءة في براءة في براءة، وسلمني على الترماي لو خد حاجة. المهم عبال بس ما يجيني الخبر ده، الصحة بتقول 115 حصيلة مصابي اشتباكات أمس في القاهرة والمحافظات. أنا بس عايز أعرف حاجة، حد فيكم خد باله إن ما حدش من القادة السياسيين طلع اعتذر أو استنكر أو استحاجة يعني على اللي حصل امبارح؟ شفتوا ناشط سياسي على رأي الدكتور إكرام لمعي بقى عندنا دلوقتي موضة ناشط سياسي وفقيه دستوري ومتحدث رسمي والحاجات دي؟ شفتوا ناشط سياسي أو حد من الساسة الكبار زعل على ال 115 مصاب دول؟ محدش. حد اعتذر؟ محدش. حد استنكر؟ محدش. إنما ساعة الاتحادية كانوا طالعين أبواق كلهم في السي بي سي بقى وفي دريم وائل بقى، والراجل أبو ولع اللي طالع المذيع ده عمال يولع الدنيا وهذا والحاجات دي. ال 115 دول انا ما شفتش حد اعتذر، انا ما شفتش، جايز حصل يعني. قال مصدر قضائي ان محكمه جنح مستأنف مصر الجديده اخلت سبيل الرئيس السابق محمد حسني مبارك، اخلت سبيله بدافع او تحت بند الماده 139 اللي هي بتقضي انه ما يقعدش في الحبس الاحتياطي للاجل ده يعني. على كل حال انا معايا الأستاذ يسري عبد الرازق رئيس هيئة المتطوعين للدفاع عن الرئيس السابق المخلوع حسني مبارك. أستاذ يسري مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا أستاذ محمد. مبروك الخبر بتاع الإفراج عن موكلك النهارده، مش كده ولا أنا فاهم الخبر غلط؟ الله يبارك في سعادتك، بس هو احنا لسه بدري على بال حضرتك ما تبارك لنا، احنا لسه عندنا قضيتين كمان، بس انا عايز اصحح حاجه في الخبر يعني بعد اذن معلش. اتفضل يعني اتفضل. هي المحكمه اللي كانت بتنظر كانت غرفه المشوره الخاصه بمحكمه جنح مستأنف مدينه نصر مش مصر الجديده. دي حاجه ثانيه. المقصود مش الماده 139 او الماده 143 لو كنا حضرتك تقصدها اللي هي متعلقه بمده الحبس الاحتياطي. تمام. انما النهارده تم اخلاء السبيل في قضيه تحديد اسمها الكسب غير المشروع. أيوه. وده فيما يتعلق بان مفيش اوراق او مستندات قدمت تفيد بانه استغل وظيفته وتربح. استنى يا استاذ يسري، يعني حضرتك بتقول لي ما تقدمتش، يعني احنا رفعنا على الراجل قضيه النيابه يعني وما قدمتش مستندات، مش كده صح؟ لا ده مش كده بس يا فندم، ده انا عايز اقول لسعادتك حاجه ثانيه مهمه قوي.
اللي كان المسؤول قبل كده في جهاز الكسب غير المشروع كان اسمه المستشار عاصم الجوهري. صدر بيان منه بريس كونفرنس كبير، عمل مؤتمر صحفي كبير وقال ان ثروه مبارك 6.5 مليون جنيه، ودي فقط لم نجد غيرها، وان الثروه دي نتيجه اللي هو معاشه من القوات المسلحه كان بيودع في البنك فرع بالبنك الاهلي بس. فرع مصر الجديده. وانه ما فيش غير كده، وفي فيلا اللي هي بيتحكم عليها في قضيه اللي هي مع قضيه المتظاهرين وكده، اللي هي فيلا شرم الشيخ. فالنهارده طبعا حضرتك لما صدر القرار من المستشار محمود رضا شوكت في موضوع اخلاء السبيل رئيس مبارك وفق الماده 143 لما قضى المده، لقينا النائب العام نازل علينا بسيل من القضايا قبل القرار وبعد القرار. معظم او كل القضايا دي من غير اي ادله نهائي. يعني يمكن النهارده كانت قضيه واضحه جدا، مفيش ما يفيد. ويمكن للاسف دايما بيقول لك ان الكسب غير مشروع، بيرمي الاتهام والمتهم هو اللي بيثبت انه غير مدان. يا استاذ يسري، انا عايز افهم حاجه بس، يعني احنا قدمنا الراجل للمحاكمه، اداره الكسب غير مشروع قدمت الراجل ده للمحاكمه وما ودتش دليل او اي اثباتات، صح كده؟ هي بص يا فندم، يعني اللي هي المنطق القانوني او المنطلق القانوني، وانا ما اقصدش ان عدم حضرتك طبعا انت استاذنا، انما هي بيبقى اسمها حققت معاه، قدمت دي بعد ما بتنهي تحقيقاته وتوديه للمحكمه المختصه. بس هي في اثناء التحقيق معاه امرت بحبسه 15 يوم. في الوقت اللي هي فيه بدل ما كانت تؤمر بحبسه او تقدم، كان المفروض انها تقدم دليل على انه متهم او على ان في شك. ما قدمتش اي حاجه خالص نهائي. فعشان كده الراجل ما فيش حاجه عليه. وده حل كل القضايا اللي موجوده حضرتك، مش القضيه دي بس. ده حل قضايا كتير جدا، يعني مش القضيه دي بس، ده حل قضايا. طب مش عايز اقول لحضرتك يعني على شكلها ايه. طب خليني اقول لك يا استاذ يسري، طب قضيه الفلوس بتاع الاهرام اللي رجعها خلاص انتهت القضيه دي؟ لا والله لسه ما انتهتش يعني. وبعدين حضرتك الفلوس اتسددت، يعني ده كان نوع من انواع الابتزاز والله بصراحه يعني. ليه؟ واحنا في سبيل ان احنا نرفع دعوه غدر وظيفي. ليه ابتزاز ليه؟ يا فندم هدايا الاهرام دي انا ليا فيها كلام. هدايا الاهرام دي كانت بتستلمها مؤسسه الرئاسه. مش الاهرام وبس، اي صحيفه قوميه او اي مكان. مؤسسه الرئاسه اللي كانت بتستلمها، مش الرئيس مبارك يجي يقول له خد نظاره يعني ولا خد الساعات، يعني يا استاذ يسري الساعات والنظارات والحركات دي كانت ما انا جاي لحضرتك، انا بقوله لك اهو. كان بتيجي تستلمها مؤسسه الرئاسه. الكلام ده موجود في الكشف بتاع جرد مؤسسات الرئاسه. عارف حضرتك هدايا الاهرام 75% منها موجوده في القصر، في قصر عابدين. يعني الساعات دي والنظارات هنلاقيها في القصر، والباقي استهلاكات يا فندم. لا يا فندم، اصل دي بص حضرتك، انا عايز اقول لسعادتك حاجه. الهدايا اللي بتيجي لمؤسسه الرئاسه ما بتجيش لشخص الرئيس، مش بيخبط عليه في بيته وبيديها له. مؤسسه الرئاسه اللي بتستلم، في موظفين بيستلم كشوف بجرد. طب هيبقوا بيسالونا طب انتوا دفعتوا ليه؟ عشان نشتري دماغنا خلاص. بالظبط. هم مش لاقيين حاجه يعملوها. بعد كده هيقول لك قضيه بيئه في كان بيرمي زباله بره القصر، ده اللي ناقص. بس انت حضرتك بتقول لي ان مجرد ما الرئيس دخل طلع القرار بتاعه ده، النائب العام المستشار طلعت عبد الله قدم سيل من البلاغات، مش كده؟ يا فندم، ده طبعا يعني تنفيذا لتعليمات مكتب الارشاد اللي هو بينتمي اليه، وتنفيذا ليه يا استاذ يسري؟ استاذ يسري، ليه تنفيذا لمكتب الارشاد؟ اذا كان بتوع الجهاد بيقول لك هنقتله، اذا كان الشعب كله عنده مشكله مع الراجل ده، او يعني الثوار عندهم مشكله مع الراجل، ليه مكتب الارشاد؟ ليه بتقول مكتب ارشاد؟ والله يا فندم اصل ده سوء اداره، وده راجل اصلا مالوش انه يقعد في المكان ده راجل معزول، والمفروض احتراما للقضاء ابسط حاجه يعملها الراجل ده انه يقف عن العمل لحين الفصل في امره قدام محكمه النقض. اللي هو مين؟ راجل غير محترم للقضاء. اللي هو مين يا استاذ يسري؟ اللي هو مين؟ اللي هو طلعت ابراهيم حضرتك، طلعت عبد الله. قصدك المستشار طلعت ده المفروض اصلا يتفصل. يا فندم صدر حكم. طب قول لي يا استاذ يسري، ايه القضايا اللي قدمها المستشار طلعت دلوقتي على طول؟ انت قضيه يا فندم اسمها اصول الرئاسيه، اضافه لموضوع هدايا الاهرام، اضافه لموضوع المشروع الجديد. طب ما دي قضايا قديمه كلها قديمه. انا عاوز اقول حاجه يا محمد بيه، انا عايز اقول لك حاجه جديده، حاجه احنا عاوز اشرحها لحضرتك. اتفضل. حضرتك تعلم ان في قانون صدر في 2011 قانون 45 وقانون 47 بموجب 45 و47 قانونين اثنين. بموجب القانونين دول لا يجوز التحقيق ابتداء مع اي عسكري حتى وان كان بالمعاش الا من خلال النيابه العسكريه. تمام.
وبناء على كده ال 157 اللي اتقدموا ضد طنطاوي وعنان موجودين في النيابه العسكريه. انما بقى البلاغات اللي ضد الرئيس مبارك وضد احمد شفيق وضد بقى الطيارين، النائب العام منه بمزاجه كده يوديها لاسامه الصعيدي يحل للتحقيق، وده طبعا مخالف للقوانين. مين اسامه الصعيدي؟ لا يجوز الطعن عليها. يا استاذ يسري مين اسامه الصعيدي عشان بس افهم؟ ده المستشار اسامه الصعيدي، ده حاجه ده يا فندم، ده صور وماليه الجرايد كلها، ده بيبعت صور للجرايد بحالها اللي هو بيحقق في قضايا ارض الطيارين وغيره. تمام تمام. بس يعني انا بسالك تمام، بس انت شايف انه كلها قضايا قديمه وملفقه؟ يا فندم مش حكايه قضيه قديمه وملفقه كمان وبس، ده مخالفه لصحيح القانون. لما الناس دي بتمثل القانون في البلد هي اللي بتخالف القانون. يعني انت يا استاذ يطلع المستشار الحفناوي يقول لك يبقى، ولا ما اعرفش مين المستشار طلع النهارده يقول لك احنا ياما في الجلاب يا حاوي، ده لفظ يقوله محامي عام. يعني انت يا استاذ يسري متوقع كده انه في خلال 6 شهور 7 شهور يكون الرئيس قاعد في شرم الشيخ عادي، يعني الرئيس السابق؟ يا فندم احنا التوقع والكلام ده بتاع ربنا، احنا بس ربنا يديله الصحه. النهارده جات له يعني حاله صحيه طبعا، يعني في شبه مريض يعني. ليه يا راجل ما شفناه زي الفل؟ ده احلى من حسين فهمي وقاعد بالنضاره كده. تعب لما راح ترى؟ يا فندم والله العظيم يا فندم، يعني المشكله استاذ يسري والنبي الله يخليك، احنا المشكله في الشعب. هي مش مشكله مبارك انه شكله وسيم او شكله رئيس، ومش مشكلتنا ومش ذنبنا ان محمد مرسي شكله ما يديش فراش. مش مشكله مش مشكلتنا دي، بس قصدي اقول الراجل كان قاعد في القفص النضاره والجو. تعب بقى لما راح ترى؟ ربنا بيوزعها، القبول وعدم القبول ده زي الرزق، ربنا بيوزعه. احنا مش مشكلتنا ان محمد مرسي مش نافع حتى. هنعمل ايه طيب؟ طب اسمعني، لا لما الرئيس طلع بنضاره اول ما راح بقى السجن تعب دلوقتي وبتاع يا فندم عشان الامكانيات. ما هو حضرتك في المستشفى اللي كان فيها ديت كان في امكانيات اللي هي بالعلاج، انما مستشفى طلع ما فيهاش. هم مش قادرين يفهموا، مفكرين ان هو يعني هو ما قامش يجري ومفكرين ان حالته استقرت. لا، هي حالته اللي هو يعني ايه يا فندم؟ طب خليك يعني بناء على العلاج اللي بياخده اليومي حالته مستقره. استاذ يسري اتقطع العلاج ده حالته دلوقتي سيئه، هيعمل ايه هو؟ طيب خليني بس خليك معايا على التليفون. خليني انا معايا على الناحيه الثانيه المستشار محمود الحفناوي المتحدث باسم النيابه العامه. سياده المستشار مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم. سياده المستشار، ان انا معايا على الناحيه الثانيه المحامي الاستاذ يسري عبد الرازق، محامي متطوع عن مبارك، بيقول انه طلع النهارده او صدر قرار الافراج او الحبس بتاع الاحتياطي بتاع مبارك، وانه سيل من البلاغات تم تقديمه النهارده من النائب العام على حسني مبارك. الى اي مدى الراي ده مظبوط او التصريح؟ لا، وحضرتك نتحدث في الاول بشان قرار المحكمة بإخلاء السبيل وقبول الاستئناف. فإن النيابة العامة قامت باستئناف هذا القرار أمام محكمة الجنايات المنعقدة بغرفة المشورة. تمام. وتم الاستئناف لوجود لبس قانوني في فهم المادة 139. تمام. الخاصة بانتهاء مدة الحبس الاحتياطي لعدم قيام قاضي التحقيق بالتجديد. إن هذه المادة تتحدث عن المتهم الهارب المحبوس احتياطيا. قرار حبسه احتياطيا في حاله كونه هارب، وذلك اعمال نص ماده 134 من قانون الاجراءات الجنائيه التي تجيز حبس المتهم الهارب. ومن ثم فان هذه الماده لا تنطبق على موضوع القضيه، لان المتهم محبوس فعليا وتحت يد العداله، فبالتالي يجب علينا ان نتخذ اجراءات تجديد الحبس الطبيعيه وليس تطبيق الماده 139. وسوف يتم تحرير مذكره بذلك ويعرضها على محكمه الجنايات المنعقده بغرفه المشوره التي تنظر استئناف لامر الافراج. يعني انا اللي هفهمه من الكلام ده يا استاذ مشوار ان النائب العام طعن على نعم. الافراج ده الصح. نعم. ده طيب نعم. طيب بيقول انه كمان هو الاستاذ ياسر عبد العزيز بيقول ان في سيل من البلاغات النهارده راح من النائب العام بسرعه للنيابه او للتحقيق فيه. الى اي مدى ده صحيح؟ لا لم تقدم بلاغات حتى الان، وما زالت البلاغات التي قدمت هي التي استجوب بشأنها وصدر قرار بحبس فيها في نيابة الأموال العامة وأمن الدولة. طيب سيادة المستشار، بيقول الأستاذ يسري برضو إنه لم تقدم إدارة الكسب غير مشروع أي أدلة في القضية بتاعتها على أموال مبارك، وبالتالي ما فيش قضية أصلا. على من يدعي خلاف ذلك الاطلاع على محضر جلسة اليوم. فلقد قامت النيابة بمواجهة دفاع المتهم بكافة الأدلة الثابتة في التحقيقات وما بها من مبالغ مالية، وأقر الدفاع بأنه على استعداد كامل لسداد كافة المبالغ المالية الثابتة بالتحقيقات، ووقع بذلك في محضر الجلسة. طيب يا استاذ مشار، ما هو بيقول برضه الاستاذ يسري انه يعني ما فيش ادله، يعني ما كانش في ادله. الادله كافيه في هذه القضيه، وقمت بقراءتها جيدا وبها ادله كافيه وبها اعترافات متهمين. حضرتك قريتها يا استاذ مشار؟ حضرتك قريتها؟ نعم. طيب نعم. خليك معايا يا استاذ مشار. استاذ يسري
يا فندم. سمعت سياده المستشار محمود الحفناوي بيقول في ادله؟ طبعا سمعت سياده المستشار، بس انا عايز اوضح لك حاجه، ان قانون كسب غير المشروع المطعون عليه اصلا بيقول ان المتهم هو اللي عليه انه يثبت العكس. المفروض ان النيابه هي اللي بتقدم الدليل مش العكس. بس في نقطه حابب اوضحها لسياده طب ما هو المستشار. قال في ادله يا استاذ يسري. طب ما هو سياده المستشار قال في ادله. محمد بيه بعد اذنك. اتفضل. دي مش ادله، ولا ده عاصم بيه الجوهري طلع ونفى الكلام ده كله. دي ادله من وجهه نظر النيابه او من وجهه نظر سياده المستشار، هو حر. انا بس سعادتك عايز اقول النيابه خصم شريف بالمناسبه، احنا مش بنعترض عليها عشان بس الكلام ما يؤولش. احنا بس عايز اقول لسياده المستشار حاجه، قانون 45 وقانون 47 سنه 2011 بيقولوا ان من كان حتى يعمل يعني من كان حتى عسكري او بالمعاش لابد ان يكون التحقيق ابتداء امام المدعي العسكري. لماذا لم يقوموا بهذا الاجراء؟ طيب خليك بقى هنا، خليك معايا يا استاذ يسري. سياده المستشار محمود. نعم فندم. سمعت السؤال اللي بيساله الاستاذ يسري؟ سمعت السؤال. طب اتفضل. اولا بالنسبه للادله، النيابه العامه ليست هي القائمه بالتحقيق في هذه الواقعه، وانما اداره الكسب غير المشروع هي التي اجرت التحقيقات، ولكنه كان لزاما علي حتى اقف اليوم امام المحكمه ولكي ارد على ما سوف يقال من دفاعي المتهم، فانني قرات الاوراق جيدا وثبت وجود اعتقادات لموظفين عموميين بشان أنا لا أريد التطرق إلى الأدلة فعليا، ولكن هناك أدلة في الأوراق. طيب. وأن النيابة قامت بالرد على ذلك بمحضر الجلسة. وتم الرد على كافة الدفوع التي أبديت اليوم بجلسة التظلم في أمر الحبس. رد حضرتك على بس القانون 45 و47 لسنة 2011 ده عشان أنا بفهمه. هذا القانون لا يجوز أن يتوسع فيه أو يقاس عليه، فهو كان تكريما لقادة الأفرع بالقوات المسلحة، وكان طب ما هو كان حسني مبارك قائد فرع. نعم، ولكن يعامل نفس معاملة الضباط من الناحية المالية أو من الناحية طيب الاجتماعية، ولكنه لا يمارس أعمال وظيفته العسكرية فعليا، وبالتالي فلا يتوسع فيه ولا يقاس عليه. طب مش هو على المعاش، مش هنعتبره عسكري على المعاش؟ لا يا فندم، ده هو شغل مناصب مدنيه بعد ذلك، ثم بعد ذلك حدثت احداث الثوره، ثم طيب بعد ذلك خليني اقول لك يا سيدي المستشار سؤال، يعني لو في واحد ضابط جيش طلع عميد وبعدين اللي هو بقى محافظ، لما يطلع بقى من المحافظ دي وبيتحاكم قدام النيابات، بيتحاكم برضه عسكريا 45 47؟ خلاص هو ترك الخدمه وبالتالي فلا يكون شخصا مدنيا، ولكن القرار بالقانون الصادر ذكر مدى الحياه. أيوة. ذكر مدى الحياة، مدى ولكننا لا يجوز لنا أن نتوسع في ذلك الاستثناء أو نقيس عليه. لا يجوز ذلك، لأنه وإن كان يعامل معاملة الضباط، ولكن في ذلك في الناحية المالية والاجتماعية وليس في الناحية الجنائية. سيادة المستشار، يعني أنا آسف لو قلت لفظ يمكن مش كويس، بس أنا مش عارف هل بمزاجنا بنطبق أو لأ؟ أنت بتقول لا يجب نقاس عليه، هل يعني ممكن يتطبق في حالة وحالة لأ؟ لا، مش بمزاجنا. القانون هناك قضاء يفسر القانون ويؤوله، بدليل أن محكمة النقد حينما نظرت قضية قتل المتظاهرين لم تقم بالطعن على الحكم للخطأ في تطبيق القانون وعدم اختصاصية القضاء العادي بنظر الدعوة. فإن رأت محكمة النقد أن هناك خطأ في القانون لكانت قد قبلت الطعن على هذا الأساس وأحالت الأوراق إلى القضاء العسكري. تمام. طب آخر سؤال لسيادة المستشار بقى، هو بيقول الأستاذ يسري إن هو الرئيس المخلوع رد الهدايا بتاع الأهرام، الهدايا لم يستلمها الراجل شخصيا، انما راحت لمؤسسه الرئاسه، انما هو رد ده زي ما تقول حضرتك كده عشان الصداع ووجع الدماغ. الى اي مدى التأويل ده مظبوط؟ لا، هناك تحقيقات تجرى في نيابه الاموال العامه بشان هذا، وصدر قرار فعليا بحبس المتهم 15 يوم على ذمه التحقيقات على ان يتم التجديد فيها عقد الانتهاء من حبسه في قضيه كسب غير مشروع، فهذا محل تحقيق، وهناك ادله على تلقي تلك الهدايا بالفعل وليس للصداع. فهناك أدلة دامغة وتم مواجهة المتهم بها وصدر فعليا القرار بحبسه، فهذا محل تحقيق في نيابة الأموال العامة لا أريد التطرق إليه. سيادة المستشار محمود الحفناوي متحدث باسم النيابة العامة، بشكرك جدا يا فندم، بشكرك للتوضيح. أستاذ يسري، عند حضرتك أي حاجة تضيفها على كلام سيادة المستشار؟ طبعا أنا مستغرب سيادة المستشار بيتكلم في نقطة قانونية إزاي ده؟ يعني في فرق بين القانون 35 79 والقانون 45 2011، هو خلط الاثنين في بعض وطلع بميكس من عنده ولا ايه؟ لا 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 اتكلم عنه لا 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 يا استاذ يسري هو الراجل اتكلم بشكل قانوني وقال القانون في قانون 35 سنه 79 خاص بتكريم قاده افرح حرب اكتوبر. ده بالتالي الرئيس مبارك بيعود بعد تنحيه عن الحكم يثبت فريق اول طيار، دي حاجه. اما القانون ايوه بس هو قال لك استاذ يسري هو قال لك طالما مارس
وظائف اداريه مدنيه خلاص. ده مين اللي قال ده مين اللي قال الكلام ده؟ هو سياده المستشار مش أنا. بصفه ايه يقول سياده المستشار الكلام نعم ده؟ فندم. هو سياده المستشار موضع تشريع قوانين ولا ايه؟ لا هو الراجل بيتكلم هو انا يا ما فندم احنا بنتعدى، هو النيابه خصم شريف اي نعم، بس هنشرع قوانين ونالف قوانين. حضرتك القانون واضح اهوت حضرتك. 35 بيعيد رده فريق، دي حاجه وانتهينا. 45 الراجل ما بيتحكمش طب ابتداء انت يا على استاذ قدام النائب يسري، العسكري. انا بس عشان احنا شكرنا المستشار محمود الحفناوي، طب وانا مش هفهم في القانون زيكم ولا زي المستشار. لا يا فندم، هو ده سياسه النائب العام الجديد وسياسه مساعديه. ماله يا فندم؟ هي دي سياسه النائب العام اللي موجود المعزول، وسياسه مساعديه ومستشاريه، اللي هو التضليل في القانون ليس الا. على فكره اللي حال حسني مبارك للنيابه كان النائب العام اللي فات عبد محمود، مش الراجل ده اصلا يعني. نعم. يعني اللي حال حسني مبارك للحبس. ده الكلام ده في القضيه الاولانيه، اما في الثلاث قضايا المنظورين اليوم او الثلاث قضايا الموجودين اللي حالوا ليهم طلعت ابراهيم، مش مش عبد المجيد محمود. الاستاذ يسري عبد الرازق المحامي المتطوع لقضيه الرئيس مخلوع مبارك، بشكرك جدا يا فندم على التوضيح، وبشكر المستشار محمود الحفناوي، الحقيقه بشكرهم الاثنين. وعايز اقول لكم انه فوجئت بان صديقي عمرو جلال بعت لي رساله على الفيسبوك، الرساله ضايقتني شويه، بس انا عايز اقول له بيقول لك ايه، هو جايب من على صفحه الدكتور يوسف زيدان الروائي والمؤرخ، بيقول الاستهانه التي قوبل بها رئيس مصر بالامس في موسكو والمهانه التي لحقت بنا من جراء ذلك تقتضي احد امرين لا ثالث لهم، اما ان يجرؤ الرئيس على قطع العلاقات الدبلوماسيه بروسيا، أو يتنحى استجابة لداعي الخجل وخيبة الافتضاح. ده اللي كاتبه يوسف زيدان. أنا الحقيقة شايف كلام غير ده. يعني لما تسأل تلاقي ناس يقول لك هو الرئيس راح عمل ايه في روسيا؟ ده حتى اتقابل وحش، واحنا شفنا المقابلة، والصحف كبرى الصحف الروسية ما رحبتش بيه، والروس عندهم مشكلة مع الرئيس مرسي لأنه كلام الرئيس مرسي، انتوا عارفين بس هشرح لكم، في مشكلة سوريا، روسيا تهم سوريا تهم روسيا. آخر معقل للروس في الشرق الأوسط في المنطقة دي هي سوريا، النظام بشار الأسد. وسوريا بتحمي نظام بشار الأسد وبتحمي حافظ الأسد وكل الناس دي. خلاص لما طلع مرسي الرئيس مرسي وقال الثورة في سوريا وبتاع، زعل الروس لأن الروس واقفين مع سوريا. تمام؟ طيب بيقولوا عشان كده قوبل الرئيس هناك بشكل مش كويس، وعشان كده الرئيس الروسي قال له ما عندناش قمح، ما عندناش غاز، ما عندناش قرض. على الناحية التانية تلاقي تفتح جرايد تانية وكتاب تانيين تقول لك الزيارة كانت ناجحة جدا، وروسيا هتعمل معانا مصانع هنا مش عارف عددها قد ايه، وهناخد قرض وهناخد. أين الحقيقة في الاتنين؟ الحقيقة بقى أنا مش فاهم. كل الكتاب المعارضين اللي هم من نوعية اشتم مرسي واشتم الإخوان تبقى مناضل، كلهم ضد زيارة مرسي. والكتاب المؤيدين اللي هي من نوعية جبهة الإنقاذ في النار كلهم بيقول لك إنه لا ده الزيارة كانت هايلة. أنت بقى اللي زي حالات تقف في نص كده تقول الله، طب حد يوضح لنا، هو عصام الحداد لما سافر قبل الرئيس مرسي عشان ينظم الزيارة دي نجح إلى أي مدى نجح أو ما نجحش؟ الرئيس مرسي أو الوفد المصري كان معاه نجح في إيه وسقط في إيه؟ ما نعرفش. عشان كده عملنا شوية تليفونات، يمكن دلوقتي يحن علينا الدكتور ماجد عبد الله وطلع لنا تليفون حد يقول لنا هو الزيارة دي نجحت ولا ما نجحتش، أو زي ما بيقول يوسف زيدان كانت استهانة ومهانة. وبعدين يا دكتور يوسف أنا عايز أقول لك على حاجة، لما إحنا أهنا الرئيس بتاعنا أصلا هنا، أنت عايزه يتقابل بره إزاي؟ يعني أنت عايز رئيس أنت هنا يعني بصراحة عايش عليه في السخرية والنقد والكلام ده، وأنا لا أقبل ده. أنا لا علاقة ليا لا مرسي ولا أي حد. أي رئيس مصري أنا بحترمه طالما جاي بإرادة شعبية زي ما جا مرسي كده، مش لأنه هو مرسي ومش لأنه هو مكتب الإرشاد زي ما بيقولوا الناس دي، لأن أنا بحب البلد دي، وبعتقد إن أبويا وأهلي علموني إنه تحترم الرئيس بتاع البلد دي، لأنه هو مش بيمثل نفسه. مرسي ده أنا ما أعرفوش، ولو كنت شفته قبل الانتخابات بيوم ما كنتش أعرفه، إنما هو بيجلس على العرش أو في المكان اللي جلس عليه محمد علي وجمال عبد الناصر وأنور السادات يعني، و10 سنين من حسني مبارك. الرئيس ده لازم نحترمه، مش لازم يطلع لنا رئيس يضربنا بالجزم عشان يعني نحترمه او يقبض علينا عشان نحترمه. احنا اتعلمنا كده. انا اختلف مع الرئيس بتاعنا كتير وبختلف معاه في سياسات كتير جدا جدا جدا، لكن في النهايه بحترمه زي ما احترمت المرشحين
عمرو موسى وخالد علي وحمدين صباحي ومرسي وشفيق، كنا بنحترمهم جدا، وبرضه هنفضل نحترم اي رئيس مصري قادم طالما هو قادم باراده شعبيه. لما هنا سخرنا منه، انت عايز يتقابل ازاي في روسيا؟ ثم انت زعلان ليه يا راجل؟ يعني انتوا زعلانين ليه ان هو اتقابل في روسيا وحش؟ طب ما هو كان لازم يعرف ان هو هيتقابل في روسيا وحش، لان تصريحاته تجاه ثوره سوريا دي او اللي حصل في سوريا ضد روسيا، وبالتالي روسيا عمرها ما هترضى عنه. الروس عمرهم ما هيرضوا عن حد بيهاجم نظام بشار الاسد على بلاطه بقى، سواء الحد ده كان شفيق، حمدين، عمرو، اي حد هيهاجم النظام بشار الاسد في سوريا، روسيا هتكرهه ومش هتتعاون معاه. روسيا دي قلعه من قلاع روسيا. سوريا دي اخر معقل لروسيا. طيب لما تطلع تشتمها الرئيس مرسي وبعدين يطلع يقابل الرئيس، اذا كان قوبل باستهانه زي ما بيقولوا هنا في الاخبار ان كبريات الجرائد في روسيا ما اتكلمتش عن الزياره دي، وزي ما بعض الصحف الاجنبيه قالت انه قوبل ببراد شديد، يطلعوا بقى الحكومه كده، حكومه الدكتور هشام قنديل الجميل ده بتاع ثالثه اعدادي، اول ثالثه اعدادي في محافظه القاهره، يطلع يقول لنا بقى هو الزياره دي نجحت بنسبه قد ايه؟ انا ما اعرفش، وفي على فكره في ملايين ما تعرفش. يطلع يقول لنا بقى اتفق على ايه او ما اتفقش على ايه، ويطلع يبقى كده في شفافيه. ما اعرفش هل معانا الجزار النهارده غايب، هل حد معانا على التليفون يشرح لنا يا جماعه هي الزياره دي نجحت ولا لا؟ احنا بنحاول نجيب وزير الزراعه بس تليفونه مقفول. على كل حال الى ان يجي وزير الزراعه ويحسسنا او يقول لنا هو نجح الاتفاقيات او الزياره مع الرئيس مرسي، اكمل لكم بس الاخبار بسرعه. النيابه بتطلب تسجيلات اشتباكات جمعه تطهير القضاء. الارشاد بيقول يبحث تقارير احداث تطهير القضاء. الحريه والعداله رموز الثوره المضاده وراء احداث العنف. الزند بيقول، الزند ده اللي هو احمد الزند، القضاء خط احمر وعموميه طارئه لنادي القضاء الاربعاء. هو بيعرف يحشد النادي كويس قوي. مجلس القضاء الاعلى بيقول مظاهرات الامس اساءت لجموع القضاء. المستشار زكريا عزيز بيقول، اللي هو كان رئيس نادي القضاء الازرق، بيقول مأساة الامس وقعت نتيجه اختلاط المواقف الحزبيه. والرئاسه بتعد لحوار استقلال القضاء لمناقشه ملفات التطهير. وزير العدل بقى قدم شكوى، وزير العدل قدم شكوى ضد عصام سلطان لاتهام، لان عصام سلطان اتهم مجموعه من القضاه بالحصول على الرشاوي. انا بس لو كنا كلمنا الاستاذ عصام سلطان نعرف هي الشكوى دي اخبارها ايه، وهل دي هتتحول لقضيه، لانه المستشار ابراهيم عبد الخالق المستشار الاعلامي وزير العدل قال ان المستشار احمد مكي وزير العدل تقدم ببلاغ للنائب العام ضد ما صرح به عصام سلطان عضو جبهه الضمير بان بعض القضاه تلقوا رشاوي. واضاف عبد الخالق في تصريحات صحفيه ان هذا جاء ردا على المزاعم التي رددها عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط واخرون في المؤتمر الصحفي الذي عقدته جبهه الضمير ونشرته وسائل الاعلام، ان قضاه لم يذكرهم قد تلقوا رشاوى محدده بايصالات مكتوبه، وانه سبق له نشر هذا الكلام واسانيده بالتواريخ. انا بس عايز اقول للمستشار مكي، المستشار الخضيري كان قاعد معايا هنا امبارح وقال ان محكمه النقد حكمت على قضاه بانهم زوروا الانتخابات. ادي قال كده، وقال المستشار الخضيري قال انه اسمه ايه ده، هو قال انه هو راح قابل وزير العدل وقال له انه يا ريت تطلع اسماء القضاه دي وتعمل تطهير للقضاء، ان وزير العدل قال له ما اقدرش اعمل كده. ده اللي قاله المستشار الخضيري، ده كلام اتقال. النائب المحترم محمود عامر قال ان في ناس كانت بتاخد رشاوى. اشمعنى بقى عصام سلطان يعني اتحركت ضده بلاغات، واشمعنى مستشار وزير العدل اسد على اي حد يتكلم في الحكايه دي، بينما هو حاجه تانية زي ما قال المستشار الخضيري، قال له انا ما اقدرش اطلع الحاجات دي لاني تبقى مذبحه قضاء جديده وانا مش مستعد ادخل فيها. يا سياده وزير العدل، الراجل بيقول انه قابلك وانت ما رضيتش تطلع الاسماء. انت اسد بقى على اي حد يقول الكلام ده، بينما بين جموع القضاه انت شخص اخر. انا قلت شخص اخر. فين بقى الشجاعه بتاعت وزير العدل يا اخي؟ على راي كمال صاحبي المحترم لما قال لك انا احب فلان بس احب الحق، لكني احب الحق اكتر ما احب فلان. اذا كنت وزير العدل بتحب الحق، اذا كنت ما اعرفش رفض معانا، يعني رفض يعلق دلوقتي، رفض يعلق، رفض، بيقولوا لي رفض وزير العدل انه يعلق على البلاغ ده. انا بقول لك بقى رفضت انت حر، انما اذا كنت وزير عدل بتاع عمر بن الخطاب، عدل اللي قال عليه ربنا، لا تبقى اسد على دول واسد على دول. اسد على اللي بيتهم القضاه وعليه انه يثبت زي الاستاذ عصام سلطان او المستشار الخضيري او غيرهم او النائب محمود عامر، تبقى اسد عليهم. انا موافقك،
بس تبقى اسد على القضاه من جوه بقى، مش تبقى اسد على دول ودول لا. مش يروح يقابلك الراجل الخضيري وتقول له لا اصل انا ما اقدرش اعمل هو اللي قال التسجيل موجود بتاع الحلقه، المستشار الخضيري قال كده، قال انا قابلت وزير العدل وقلت له طلع قرار محكمه النقد اللي بيتهم مجموعه من القضاه بانهم زوروا انتخابات، قال له انا ما اقدرش اعمل كده. ده اللي قاله المستشار الخضيري. اذا يا سياده المستشار، يا وزير العدل، يا بتاع العدل، ما تخافش من القضاه بقى. يعني اذا كنت عايز تعمل تطهير، اذا ما كنتش عايزينها تطلع مليونيه تانية زي السخيفه اللي طلعت دي، طهروا نفسكم بقى. ما يطلعش المستشار احمد الزند يقول اصلاح مش تطهير. انا طهور بقى، اصلاح تطهير ما يخصنيش. انا اللي يخصني ان وزير العدل، انا بقول له اهو، انا بقول لحضرتك يا سيد احمد مكي وزير العدل، ارجوك اذا ما كنت اسد على عصام سلطان وعلى اي حد بيمس القضاء، كون اسد على القضاة نفسهم. ولا هي ما تعرفش تعمل كده؟ لو ما تعرفش تعمل كده قول، زي ما انت قلت للخضيري، المستشار الخضيري، قلت له انا ما اقدرش اعمل كده. الله، طب ما خلاص بقى مشيها بالاثنين يعني اسكت بقى على عصام داري، واسكت على محمود عامر، واسكت على القضاة، وروح. طالما انت مش هتعرف كده روح. وطالما الاخوان مش عارفين يخلوك تطهر القضاء، يروحوا هم كمان. اي حد عشان بس نحمي البلد دي من مأزق بقى مليونات تطلع جديده وناس يضربوهم، اي شخص غير قادر على العمل على راسهم وزير العدل احمد مكي يروح. وزي ما قال محمود عامر، مشوه، ما تمشوه. ان شاء الله اشوفك يا احمد يا مكي، يا مستشار احمد مكي، في التغيير الجاي اشوفك كده متغير وماشي، ويجي حد مكانك هيقول لنا جابوا اخوانجي عشان يطهر القضاء، هيقولوا كده. لكن واحد المستشار احمد مكي ما هو يعني مش اخوانجي، انا ما اعرفش هو اخوانجي ولا لا، بس يجيبوا لنا حد اسد على عصام سلطان واسد على القضاء. على كل حال نكمل. اخلاء سبيل مبارك قلناها. مراد علي بيقول لهيكل والاديب لو حاول مرسي وقف محاكمه مبارك لوقفنا ضده. مين اللي يحاول يوقف مبارك؟ مين اللي يحاول يعني؟ ماشي. الامن يداهم منازل 22 من البلاك بلوك فجرا ويلقي القبض على 3 منهم. امال ال 19 راحوا فين؟ 18 باين من 22 19 مش عارف كام. يعني الامن داهم منازلهم ما لقاش العيال، قبض على 3، رجع ب3 بس. 22 منزل، يعني هو راح صدفه؟ هي المداهمه دي هو البوليس بيشتغل زي الافلام كده، يروح افتح الباب احنا بوليس، ده ادهم نايم. ادهم طبعا الفجر كان مع اصحابه في الشارع يعني. طب ما هم مش بيجمعوا تحريات عن الشباب دول قبل ما يروحوا يداهموا المنازل؟ يعني يروحوا ل 22 منزل، 22 حي، ويطلعوا ب3؟ ماشي. اشتباكات بين اهالي البلوك بلوك وامن محكمه التجمع. بقى في بقى اهالي الشهداء واهالي المصابين واهالي البلاك بلوك. هايل. الشروق تنشر التشكيل الكامل للجنه القانونيه الرئاسيه اللي هتصلح القضاء يعني. الاداريه العليا بتقول تاجيل حل حزبي النور والحريه والعداله لجلسه 15 مايو. في قضيه دعوه مقامه من عدد من المحامين بحل حزبي الحريه والعداله وحزب النور السلفي ل 15 مايو المقبل للاطلاع والرد. الجدير بالذكر ان الدعوه دي مقامه لحل حزبي الحريه والعداله والنور السلفي قد استندت الى ان قانون الاحزاب السياسيه ومباشره اعمالها يتطلب اقامه الاحزاب على اسس مدنيه وليس اساس ديني، وهو ما لم يتوفر في تلك الاحزاب. هو ده فعلا في قانون كده بيقول ان الحزب ما يبقاش حزب ديني، وهم شايفين ان حزب النور وحزب الحريه والعداله احزاب قايمه على اساس ديني. قيادات اخوانيه ومعارضه في مؤتمر عن تحديات ما بعد الثوره بواشنطن. دي سفريه بقى وبدلات سفر وطيران ومطارات وجو. الاخوان والمعارضه رايحين يعني يتكلموا على ما بعد الثوره. مركز كارنجي، عارفين معهد كارنجي ده؟ ده معهد كارنجي ده قاعد عمرو حمزاوي يخوفنا بيه، خبير وخريج معهد كارنجي، يعلن بدايه العد التنازلي للانقلاب العسكري في مصر. انا بقى قريت الحكايه دي وعايز اقول لكم حاجه. في ناس متوقعه ان الصيف الجاي ده يحصل انقلاب عسكري. في ناس منهم معهد كارنجي اللي هو خريج منه عمرو حمزاوي. فاكرينه عمرو حمزاوي؟ حد عارف عمرو حمزاوي؟ شبه محمود العلايلي، الاثنين واحد يعني، بس هو ساعات يطلع باسم عمرو حمزاوي وساعات يطلع بعمرو محمود العلايلي. الاثنين يعني تقلبها كده تلاقي عمرو حمزاوي، تلاقيها كده تلاقي عمرو. المهم بس عمرو حمزاوي خريج كارنجي. محمود العلايلي انا ما اعرفش، بس يعني هعرف، هدور عليه واعرف. المهم بتاع كارنجي ده بقى، المعهد كارنجي، مش قصدي عمرو حمزاوي، معهد كارنجي بيقول ان بدا العد التنازلي لوقوع انقلاب عسكري في مصر. وقال المركز في تقرير نشره امس عبر الموقع الالكتروني ان الانقلاب لن يكون مفاجاه للمصريين. يا صلاة النبي، هم عرفوا يعني. كارنجي ده ما تعرفش هو معهد ارصاد جويه، في حاجه اسمها كده يعني. ده الناس ده معهد الارصاد الجويه ما يعرفش الحراره بكره كام. انتوا متوقعين ان بدايه العد انه بدا العد التنازلي لانقلاب عسكري؟ والله العظيم هايل.
وهم مستندين ده ان تاريخ الانقلابات العسكريه في مصر يشير الى انها دائما تهدف الى تغيير القياده الفاسده او عديمه الكفاءه وليس تغيير النظام، اضافه الى ان المؤسسه العسكريه كانت دائما قادره على استقطاب الشعب، كما ان الفرصه سانحه والقدره موجوده، فامام الجيش فرصه بسبب ضعف اداء الحكومه والظروف الاقتصاديه السياسيه. واوضح كارينجي نفسه ان المؤسسه العسكريه قادره على تنفيذ مثل هذا الانقلاب. ده هو بيحرض، يعني كارينجي قاعد يحرض المؤسسه العسكريه. على كل حال معهد كارينجي زي ما قلت لكم خريج عمرو حمزاوي، عمرو ابو شعر ومبتدى ومناضل سياسي وناشط، هو مهيج ناشط سياسي. هو كان ما يعرفش خريج دارس حاجه كده في كارينجي، وهو غير محمود العلايلي عشان بس ما حدش يتلخبط بين محمود العلايلي وعمرو حمزاوي. المهم عمرو حمزاوي اللي هو متجوز بسمه، محمود العلايلي ما اعرفش. موسى بيقول ان الانقاذ لم تقرر بعد مشاركتها في الانتخابات البرلمانيه. ده جبهه، ده الوفد عايز يمشي من الجبهه دي. هم ما يحلوا يعني يقفوا لهم على ارض كده، يعني هو هينسحبوا ولا مش هينسحبوا؟ وزاره الزراعه بتقول ناقشنا مع موسكو ان تكون مصر بوابه القمح الروسي لافريقيا. الدكتور محمد صلاح عبد المؤمن ده وزير الزراعه واستصلاح الاراضي، احنا حاولنا نكلمه، بيقول لي دلوقتي زميلي انه ما رضيش يعلق على خبر فشل او نجاح اللي ما نعرفهاش زياره الرئيس لروسيا. تاجيل محاكمه المتهمين في قضيه خليه مدينه نصر. دي كانت الاخبار السريعه النهارده. اقول لكم بس انا عندي 3 محاور مع ضيفي اللي جاي الاستاذ الفاضل كمال الهلباوي. محور اول انه ايه الفرق بين الاجنحه اللي في جوه الاخوان؟ في جناح قطبي ينتمي لفكر سيد قطب، واجنحه اخرى زي الجناح اصلاحي اللي بينتمي ليه المرشد الاسبق عمر التلمساني، واللي منه مختار نوح، ثروت الخرباوي، عبد المنعم فتوح، وهو كمال الهلباوي تقريبا. وفي محور تاني اللي هو هل لعب الدكتور كمال الهلباوي الاستاذ كمال الهلباوي دور ما بين تقارب الرؤى ما بين ايران والاخوان؟ وهل كان بيمثل نفسه لما عمل كده ولا كان بيمثل الاخوان؟ ده محور. المحور الاخير هو التمويل. من اين ياتي التمويل للاخوان وتنظيم الاخوان سواء الدولي او المحلي؟ دي وحاجات تانية هنناقشها بعد الفاصل مع الاستاذ كمال الهلباوي. بجد اللي بيكره الاخوان يستنى يسمعه، واللي بيحب الاخوان يستنى يسمعه، واللي بيحب عمرو حمزاوي يروح يشوفه في كارينجي او يشوف محمود العلايلي لو وحشوا عمرو حمزاوي. اشوفكم بعد الفاصل. اهلا بيكم مره تانية، والجزء الاخير من عين العقل. والجزء الاخير ده بقى هنخليه للدكتور كمال الهلباوي، امين عام منتدى الوحده الاسلاميه والقيادي السابق بجماعه الاخوان. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا وسهلا، واشكركم على الاستضافه، ومبروك الاستوديو الجديد والقناه الجديده. ربنا يخليك يا دكتور، ربنا يخليك. دكتور كمال، كنت حضرتك بتقول لي دلوقتي قبل ما نبدا انه المشكله الناس شايفه ان المشكله في البلاك بلوك. طب قبل البلاك بلوك كانت في ايه؟ ولو البلاك بلوك دول كلهم راحوا في حته يعني خلصوا، يعني هل المشكله هتتحل؟ امال المشكله هتتحل ازاي من وجهه نظرك؟ يعني افترض اصبحوا من الاخوان المسلمين اللي هم البلاك بلوك. هل اتحلت المشكله؟ طب تتحل ازاي من وجهه نظر حضرتك؟ تتحل ازاي؟ في وقت نشرح ولا نلخص؟ لا في وقت. في وقت. لا بس عشان ما نضيعش وقت ال3 محاور اللي احنا عايزين نعملهم. ايوه احنا عايزين نتكلم في 3 محاور بس هنسيبك تجاوب. اول محور، حضرتك كنت عايز تعمل تقارب ما بين ايران ومصر او ايران والاخوان؟ باعتبار ان الامه كلها مش بس ايران. طيب هنيجي لده باعتبار الامه. طب يعني هنيجي لده. قول لي الحل ايه لو مش البلاك بلوك، لو مش ده الحل، ايه الحل؟ الحل اولا انضباط امني على جميع المستويات. من العار ان ايام مبارك الناس تشعر بالامن وبعدم انفلات امني، وفي عهد الاسلاميين يشعروا بانفلات امن. عار. طب ما هو ده مش سبب الاسلاميين، سبب انا ما قلتش. انت بتسالني على الحل، مش بتقول لي مين السبب. تمام. فتحب نتكلم في السبب نتكلم. تمام. السبب بقى ايه؟ قول لي سبب، قول لي سبب الانفلات الامني تحديدا يعني. سبب الانفلات الامني اولا الشرطه تركت الشوارع اكثر من 2 الان بعد الهزيمه المره اللي تعرضوا ليها بعد الثوره واثناء الثوره. الانفلات الامني سوء معالجه الامر اللي نزل من الشرطه او حتى المجلس العسكري كان بيستخدم المولوتوف والخرطوش
وتفريق المظاهرات واضطهاد بعض الثوار واعتبارهم بلطجية. يعني في أسباب كثيرة، وإن كانت حوادث واحدة. وبرضه من الإسلاميين في من هو يعني ساعد على إحداث هذا الانفلات الأمني، أحداث العباسية مثلا. ربنا مديك التحرير وميادين أخرى واسعة. إيه اللي يخليك تروح العباسية؟ تمام. يعني واحد بيروح باب الأسد وربما بعض الأسودة الصغيرة جرحى تمام وشعرين بالألم، إيه يوديك هناك؟ مثلا الذهاب عند الاتحادية أيضا أنت عندك، وإن كان أنا ما بقولش ده يعني ده باطل أو ده ما إنما أنت ربنا ادالك ساحة أحدثت تغييرا ضخما سلميا وشاهد العالم كله لها بالرقي والحضارة. إيه اللي يخليك تسيبها وتروح تدور على مكان أخرى؟ تمام. يبقى إذا أنت بتترك بيئة من بيئات التغيير. أيوه. أو بيئة من بيئات اللي تذكر الناس بعظمة الوقفة. تمام. إيه اللي يوديك عند المقطم؟ إيه اللي يخلي مثلا أخونا الشاعر أحمد دومة وهو سائر، لا أحد يستطيع ينكر أن أحمد دومة سائر، لا يمكن. تمام. إيه اللي يوديه المقطم؟ إيه اللي يوديك المقطم وتقول كلمتين في غاية الخطورة؟ إن مصر لن تسعنا سويا. طب يعني إيه؟ مش فاهم. أو تقول مثلا غير إن مصر إما يعلقوا لنا المشانق أو إما إحنا نعلق لهم المشانق. مش ممكن واحد عاقل يدفع الصراع إلى الصفر كده. إلى الصفر. يعني إذا أنت لغيت الحوار، لغيت التفاهم، وبقينا في حرب. يعني أنت بتشعل نارا في وقت ما فيش عربات إطفاء. ده جزء من الانفلات الأمني. يعني الإسلاميين والفصائل الأخرى مسؤولين. البلطجي اللي يسرق ويقتل وينهب ويخطف امرأة ويتحرش بيها ويروح بيته آمن، أو يروح النيابة ويطلع تاني يوم آمن لعدم كفاية الأدلة. طب وأنا هجيب له أدلة منين؟ أنا اللي مسؤول أجيب أدلة؟ الشرطة مفروض تحضر أدلة. مبارك لما طلع الآن بعد سنتين من الحبس الاحتياطي مش ممكن. طب مين اللي قتل الثوار دول؟ هل زي ما قال فريد الديب محامي مبارك القتل جه من الجامعة الأمريكية؟ طب حتى لو جه من الجامعة الأمريكية هاتوا لنا دول. مين دول؟ هاتوهم لنا. افترض الأمريكان، هات لنا الأمريكان. أنت في ناس حياة كذا 800 أو 900 أيا كان الرقم ماتوا وجرح ناس. فالانفلات الأمني أيضا من أسباب الانفلات الأمني المعيشة، ضغط المعيشة. راجل مش لاقي ياكل هو وعياله. أما تسمع أنت، ما هو إما بتروح مرأة تضحي بشرفها عشان تعيش، أو راجل يشتغل بلطجي أو حرامي، أو راجل يلتجل بلطجي أو حرامي، أو راجل يبيع ولاده، أو ست تبيع ولادها. يعني كل دي دكتور كمال كلها أسباب للانفلات. كلها أسباب. ودي عايزة مين يعالجها؟ دي عايزة قدر إلهي بقى. المسؤول لا، ما احنا قدر إلهي. أصل دي ما هو سيدنا عمر، اسمعني ما تاخدنيش كده. أنا ما كانتش لا. سيدنا عمر بيقول نفر من قدر الله إلى قدر الله. طبعا. كله قدر الله. تمام. الناس اللي بتتقدم ده قدر الله. أيوه. واللي بتتخلف ده قدر الله. إنما اللي بيقبل يقعد في التخلف ما يقوليش ده قدر الله. طبعا. ما هو ده قدر الله. واللي بيتقدم أيضا قدر الله. بس مين اللي هيحل كل الملفات دي؟ حضرتك بتقول ملفات شائكة جدا. ما أنا بقول لك الأمريكان لما عملوا ناسا وطلعوا الفضاء، كويس، ده مش قدر الله؟ طبعا. تمام. إنما هم عملوا لتحقيق قدر الله. كويس. وفهموا يعني القدر الله. طيب. مشنوم على صرصور الودن. طيب أنا دلوقتي في مكان مصر دلوقتي. الانفلات اللي حضرتك شاورت على كل الناس فيه. كل الناس، الداخلية والنيابة والإسلاميين والفصائل الأخرى. إزاي واحد يجي أو إدارة أو هيئة تيجي تحل ده، أو حكومة تحل ده؟ امال كانت محلولة إزاي قبل كده؟ الدول لا انت ما انت عارف يا دكتور. لا طب سيب مبارك. بالامن. سيب مبارك والقبض على الناس يا سيدي سيب مبارك. ما انا سبته
والنيابه سابته. بريطانيا الامن فيها انا فاكر سنه 2003 ايوه لما الامريكان دخلوا العراق عملنا ديمونستريشن، مظاهره اضراب في لندن ايام الرابطه الاسلاميه في بريطانيا اللي انا كنت اول رئيس ليها، بالمشاركه مع الاحزاب الاشتراكيه في بريطانيا. كويس. بل ناس من اوروبا جم. تعرف حضر المظاهره كام؟ 2 مليون واحد. ومشيت من الهايد بارك الى الترافالجر سكوير. لم تخدش سياره واحده. و2 مليون اللي ماشيين. ولم تلقى طوبه. ولم تلقى طوبه. والبوليس ماشي جنبنا كده، شكله جميل وظريف ومعاه عصيان صغيره، لم يستخدم اي منه. ابدا. وال2 مليون ماشيين. 2 مليون ماشيين. والبوليس تحت يخدمك مش يضربك بالخرطوش. طب مثلا متظاهرين محترمين يعني. واحنا الشعب المصري مش محترم؟ مش عارف. الشعب المصري ده علم الشعوب حضاره. اللي مش محترم سيبنا من الكلمتين دول يا دكتور النبي، الله يخليك. لا انا مش هسيبك. لو النبي سيبنا. اسمعني يا مولانا. بلاش كلمتين بتوع بلاش كلمتين بتوع احنا علمنا الحضاره. لا 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 ما ننسى. ما احنا اللي عملنا كده دلوقتي اهو. ما هو احنا ما هو ده يعني النقطه السوداء. لو حضرتك لو قميصك الجميل ده الله يخليك وقعت عليه نقطه حبر شكله هيبقى ايه؟ وحش قوي. انتهينا. تمام. مش معناه ان القميص وحش. مش معناه ان الشعب وحش. انما الاداره سيئه للغايه. الاداره كلها من فوق لتحت. اما يكون عندك رئاسه بتعتمد على اهل الثقه وفي ناس اهل خبره موجودين. الرئاسه. اما عندك اعلام رسمي ما اعرفش كام قناه في ماسبيرو. 20 28 كتير. وكم صحيفه ومجله قوميه. ويشتكي من 5 6 قنوات. افراد. يا ريت قنوات. طب خليني اخد 5 6 قنوات. طب خليني اخد. يبقى اذا ما فيش كفاءه. انت لابد ان تبحث عن اهل الكفاءه. عن اهل الكفاءه واهل الفكر واهل العقل. يعني طب والاخوان ما فيهمش كفاءه؟ النبي بيقول ايه عليه الصلاه والسلام؟ الحكمه ضاله المؤمن ان وجدها فهو احق الناس به. تمام. ومن الحكمه ان تبحث عن اهل الحكمه. طب وهم الاخوان ما فيهمش اهل حكمه؟ فيهم. وفيهم اهل كفاءه؟ فيهم. فين هم؟ انما متداريين ما حدش ندل. منهم جمال حشمت، الدكتور جمال حشمت. جمال حشمت راجل محترم. الو يا دكتور جمال، انا معايا الدكتور جمال حشمت عضو مجلس الشورى عن حزب الحريه والعداله. دكتور جمال مساء الخير يا فندم. يا مساء النور، بصحتك وتحياتي للدكتور كمال. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. دكتور جمال حشمت، هل صحيح ان اداره الرئيس مرسي بتختار اهل الثقه وليس اهل الكفاءه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. والحقيقه طبعا الدكتور محمد مرسي في مكان يعني صعب. لو ان غيره في نفس المكان لشعر بما يشعر به من مسؤولية جسام. هذا إرث ثقيل من الفساد وإرث ثقيل من الظلم وإرث ثقيل من الاستبداد. حتى الناس مش قادرة تستوعب إزاي ممكن تبقى عايشة في دولة وهي تستشعر بكرامتها وتستشعر حقها وتطالب بل تقيم العدل على نفسها. الناس نسينا احنا فترات طويلة قعدنا في حالة قهر شديدة، وبالتالي هو يعني في مكان فيه طيب ما احنا معترفين. إنما هذا لا يعني هذا لا يعني أنه صارت هناك قدرة للرئيس محمد مرسي على استيعاب كل أبناء البلد. لا، حتى الآن لم يستوعب كل أبناء الوطن الحقيقة. طيب. ولكن في المقابل كثير من المناطحين أو المناوئين أو من يستشعر أن له كاريزما أو اللي مش مصدق من الإخوان المسلمين والحرية والعدالة ومحمد مرسي صار رئيسا للدولة ولا يريد أن يسلم بهذا ويجد أنه أحق. هي يعني نصرة النفس والشعور بالاستعلاء وأنه هو الأحق. الحقيقة هذا يحول بين أن يستعين الرئيس بآخرين. طيب خليني أقول لك على حاجة يا دكتور كمال. اتفضل. الدكتور كمال الهلباوي بيقول إيه؟ المشكلة مش في الآخرين، يعني افترض أن الآخرين دول بقوا إخوان. هل احنا كده حلينا المشكلة؟ يعني الناس المناوئة للسلطة دول هل هم دول العقبة في طريق الرئيس مرسي أو حزب الحرية والعدالة إنه يحقق زي ما قال الدكتور كمال الأمن مثلا؟ هل ده هم عقبة؟
خلينا نقول ان مصر في المرحله الانتقاليه في صعوبه شديده. يعني اذا اراد الرئيس كما نطالبه جميعا كشعب باستتباب الامن والشد بيد من حديد على هذا، ربما لا يستطيع ان يسيطر على افراد امن. في ال10 سنوات الاخرانيين دول تم دخولهم كليات الشرطه بالواسطه وبالرشوه. في مشكله داخل الامن، في شرفاء كثيرين في الامن كما في شرفاء لكن كثيرين ال10 في سنين اللي عدوا دول دخل فيهم شرطه من 2000 ل بالرشاوى. 2010 طبعا كان واضح ان الدنيا فيها تسيب شديد في حتى في المعايير الطبيعيه تمام. لاختيار. وبالتالي في ناس صارت اصحاب مصلحه، وناس صارت تسترزق من النظام لما فسد وترك الجميع يفسد دون حساب. عشان ترجع تقول القانون ودولة القانون تاني والناس كلها تتحاسب، هذا يمثل حرج لناس كثير، العدد كبير. فكيف تتعامل مع هؤلاء وتعيد طب ازاي يعني؟ طب قولي الحل يا دكتور هذه جمال. أصابع الرئيس التي يتحرك بها. طيب. وبالتالي نحن نريد حالة من الطمأنة وحالة من القبول بالأمر الواقع. كويس. يعني إذا كان البعض استمرأ أنه يعني بلا حساب والأمور صارت كما يريد هو، الآن الوضع ربما يتغير. الناس الآن المسؤولية صعبة، المسؤولية الآن يا دكتور جمال، دكتور جمال قول لي حلول. لا يعني هي الحلول واضحة جدا. أنا أتصور أن حالة التوافق التي ربما يستصعب حدوثها الآن نتيجة النفسيات دي تحتاج إلى علاج نفسي. الأمر الثاني علاج نفسي يعني لا ثواني يا دكتور جمال، ثواني يعني يا دكتور يسلم بالأمر الواقع. علاج نفسي يعني إذا ارتضينا صندوق الانتخاب فليبقى صندوق الانتخاب يا دكتور جمال، محدش ينقلب عليه. دكتور جمال 4 سنين انت هتيجي مكانه ان شاء الله، بس قدم بقى الادوات التي تبرهن على انك تستطيع ان تتحمل هذه المسؤوليه. علاج نفسي يعني يا دكتور جمال، دكتور جمال حشمت، علاج نفسي تحتاج لعلاج نفسي يعني نودي الناس دي كلها لامراض نفسيه؟ لا انا صلحت الكلمه بعدها على طول وقلت ان يستسلم وان يرضى بالواقع وان يرضى بآلية. هذا علاج نفسي، الواحد بيعالج نفسه، ده مش محتاج ان انا اروح مصحه. المعنى ان احنا نقبل الواقع. طب مش هيقبل الواقع. تقبل الواقع انت عالجت نفسك. انت لو قاعد رافض الواقع اللي انت فيه مش هتنجز ولا خطوه، هتستنى لحد ما تهداها. الاشتراكيين والاشتراكيين الثوريين واغلب الثوريين يريدون اسقاط النظام وانهيار كل المؤسسات. الشخص اللي ذكر اسمه الدكتور كمال وانا اعرفه من 20 سنه منذ ان كان طفلا، احمد دومه، ده اناركي فوضوي، ده يريد هدم مؤسسات الدوله وبعد ما تيجي الارض يبني الدوله على نظافه. ده تصور الصغيرين والكبار على فكره. يعني انا حتى مع صدق طلعون سياسيه منهم. بس احمد دومه ده يا دكتور جمال كان معاك في التحرير، كان الدور السياسي للقوات المسلحه. يا دكتور جمال اديني فرصه اتكلم، مش معقول. احمد دومه ده كان معاك في التحرير، مش ده كان مناضل ثوري في التحرير؟ نعم، مش كان مناضل موجود في التحرير؟ مين اللي كان مناضل؟ هو احمد دومه ده اللي حضرتك بتقول عليه فوضوي او مش عارف ايه. يا راجل ده دماء في رقبته، ده كان محرضا، ده مستعمل مولوتوف ومعترف بانه حرق المجمع العلمي. انا السائر اللي هو ايه؟ السائر اللي يستعمل مولوتوف ويحرض على العنف، السائر اللي بلطج، السائر اللي مالوش شغلانه ويروح يشتغل سائر اسمه ناشط سياسي. انا بس ذكرت اسمه لان انا عارفه. فانا عايز نقول خلينا بقى نتكلم على مستوى النخبه التي تريد ان تستبدل النظام باخرين بطريقه غير الطريقه التي صدعوا بها دماغنا طول الفتره اللي فاتت. احنا اتفقنا ان في انتخابات، خلاص الانتخابات 4 سنين، نتحمل ال4 سنين. لن ينجح وفشل نجيب حد ثاني. انما فكره استثاره الثوره بحاله من الجوع والغضبه والناس اللي ما خدتش حقها، واقعد ابوظ في اقتصاد البلد واضيع فرص التنميه والاستثمار وفرص الاستثمار واحرص الناس على بعضها. طيب. علشان اعمل ثوره ثانيه. طيب. انا اخد فيها ما حدش هياخد. لا طب دكتور، يعني نحن نريد اذا ارتضينا الديمقراطيه نرتضي الياتها حوار، وكانت هناك دعوه للحوار بلا شروط وبلا سقف عشان الناس كلها تيجي تقعد. يا دكتور جمال، دكتور جمال حضرتك بتشرح واضح احنا عارفينه كلنا. انا بسأل سؤال اللي هو بدأت بيه الموضوع، لماذا هل صحيح بيعتمد او مؤسسه الرئاسه تعتمد على اهل الثقه بس قول لي ولا لا وخلاص؟ لا، ما هو الموضوع مش بالبساطه ديت. طب يعني والاجابه هنا لا تعتبر دي صحيحه ولا تعتبر دي صحيحه، لا ولا لا. انا قلت لحضرتك فرص كثيره طرحت على اهل الخبره عشان يشاركوا، انما جزء من المواقف السياسيه هي التي حالت
بينهم وبين المشاركة. طب هل في آخرين بيشاركوا في وضع تصورات ووضع رؤى؟ نعم. ليسوا من الإخوان ولا من الحرية والعدالة؟ نعم، ليسوا من الإخوان ولا من الحرية والعدالة. إذا كان البعض بيقيس الاستعانة بشخصيات معلومة مشهورة معروفة، ده أمر مش هو ده الحقيقة. طب الحقيقة هل أن تستعين بأصحاب التخصص في كل تخصص. الرئيس مرسي على حسابه في تويتر بيقول في حركة تغيير لمجموعة من المحافظين والوزراء، هل تتوقع أن يكون فيهم أهل خبرة في التغيير ده؟ نعم؟ لا مش سامع السؤال. الرئيس مرسي على حسابه في تويتر كتب أن هناك تغيير وزاري هيحصل وعدد من المحافظين، هل تتوقع حضرتك أن يكون فيهم أهل خبرة أو أهل مش هيكون فيهم خالص؟ لا، أنا أتمنى أن يكون كل اللي جاي فيهم أهل كفاءة وأهل خبرة. تمام. سواء من الحرية والعدالة أو من غيرهم. تمام. البلد الآن تحتاج لكل مصري. دكتور جمال حشمت عضو مجلس الشورى عن حزب الحرية والعدالة، بشكر حضرتك جدا. دكتور كمال، حضرتك سمعت التصريح اللي قاله الدكتور جمال؟ جمال حشمت من أعقل الإخوان المسلمين وقيادتهم. ده صحيح. وفيه سماحة وانفتاح على الشعب. تمام. ولو كثرت النماذج اللي زي جمال حشمت في دمنهور والناس بتحبه وله علاقة بهم جيدة وحافظنا عليها واحنا في السلطة كإخوان، كانت مصر تتغير. انت بتقول احنا كإخوان؟ طبعا انت إخوان اللي انا لا يمكن اخرج من عباءة المشروع الإسلامي، مش بالتنظيم الإخواني. بس بتقول احنا كإخوان. انما المؤمنون إخوة، وانا وانت مش إخوان. قصدك كتيار إسلامي. أي نعم. لكن مش إخوان مسلمين. لا مش تنظيم الإخوان المسلمين، كتيار إسلامي. انما الكلام اللي قاله ايضا انا يهمني اقول بعض ملاحظات عليه. اتفضل. لانها قد تفيد. اتفضل. يعني كما نحن نستفيد منه طبعا ومن غيره قد تمام. يستفيد يعني. تمام. اولا اللي قاموا بالثوره وفكروا فيها هذا الشباب اللي منهم احمد دوم. ولو كان الاخوان فكروا، انا قلت ده، اسمعني. لو كان الاخوان فكروا في ثوره على مقاسهم ومقاس اخلاق الناس، اهلا وسهلا، كان يبقى احمد دومه ده بره الحساب. تمام. انما اللي فكروا في الثوره هم اللي زي نموذج احمد. هذا النموذج. تمام. هذا النموذج. تمام. وله حاجات جميله وكويسه وله حاجات غلط. تمام. انا انتقدته في الخطا. ايوه. حتى لو كان اناركي ولا فوضوي انا بنتقده في الخطا واخد منه الصح. مظبوط. والصواب. الامر الاخر انه في الرئاسه من اهل الخبره المحترمين. السفير محمد رفاعة الطهطاوي. طبعا من احسن الناس. راجل محترم. خلقا وادبا وفكرا. ده صحيح. واتصالا، يعني شخصيه نموذجيه. ده صحيح. في الاخ ايمن علي اللي مسؤول عن المصريين في الخارج. تمام. لا، انما هناك ناس نزلوا هبطوا بالرئاسه للارض وانا اعرفهم، بس ما يصحش اتكلم عليهم اسمعوا. لا ما يصحش. لانه لا مجال تخصصهم ولا مجال عملهم ولا عندهم القدرات ولا الكفاءه اللي يعملهم زي ما بيعمل مثلا رفاعة الطهطاوي او ايمن مثلا. شخصيه مقبوله. طيب. وشخصيه محترمه. طيب ثواني بس. طيب اتفضل. انا متعجب ازاي الرئيس يكتب على تويتر ان المحافظين هيتغيروا. ما سابش دي ليه لهشام قنديل رئيس الوزاره او لمحمد علي بش. انا جايز انا غلطان او محمد علي او انا بس انا جايز انا غلطان، بس انا قريتها كده الرئيس على حسابه على تويتر. انما ممكن محمد علي بش هو اللي يعلن، هو اللي يتكلم. او هشام قنديل. الرئيس مش هيتكلم في كل حاجه. مش هيشوف باسم يوسف ويشوف خير رمضان ويشوف محمد ناصر. الله يخليك. الرئيس مش فاضل دي. ايوه صح. الرئيس يجب يفكر في مستقبل البلد. مظبوط. مع الجهات اللي بتفكر فيه. انما الاخطاء يجب ان تصحح. ومن العار ان احنا نلقي التهمه على الاخرين ونبرئ انفسنا في كل شيء. غلط. انما كلام جمال حشمت النهارده فيه كثير جدا من العقل وكثير من المسؤوليه والانفتاح وامل في المستقبل ان يقول كلهم يكونوا من اهل الخبره. من اهل الخبره طبعا. كلام جميل طبعا. انما لما هتيجي للتنفيذ مش هتلاقي. تلاقي واحد من الخلايا النايمه ومن الخلايا القايمه. عايزين نعرف بقى الخلايا النايمه والخلايا القايمه. انا بقراها زيك كده. لا عايز اعرفها، بس خلينا نطلع فاصل. هنطلع فاصل ونرجع نتكلم مع المفكر الكبير الدكتور كمال الهلباوي عشان نحدد 3 اتجاهات. اول حاجه
التقارب الايراني الاخواني او التقارب الايراني المصري اللي كان بيحاول يقوم بيه الدكتور كمال، الصراع بين الاجنحه داخل تنظيم الاخوان المسلمين، التمويل، قضيه التمويل. وانا عندي مشكله لما بقرا عن الاخوان، دايما اللي خارج من الاخوان انا اسف يعني بيتكلم عليهم وحش. فمره قلت لواحد صاحبي اخوانجي الحكايه دي، قال لي على فكره اللي بيخرج من الاخوان قلبه اسود، يبقى قلبه اسود. انا عايزك تجيبها، خد هات ضحكه الدكتور كمال الحلوه دي. انا كنت في برنامج ايوه والله قال لي كده، قال لي كده والله، قال لي على فكره كل اللي بيسيب الاخوان قلبه اسود. في قناه ال اسمها الخليجيه، ايوه مع الدكتور عادل من حوالي 3 اسابيع. ايوه وقال لي انهم بيقولوا على اللي يطلعوا من الاخوان مش بس قلبه اسود، اما مجنون مهزوز عقلا. ايوه قال لي 3 تهم. فانا عايز اقول لك، انت قلبك اسود دكتور كمال ولا لا؟ والله الله اعلم. طيب بعد الفاصل انا بنام وانا مطمئن وليس في قلبي ذره حقد او طمع في اي شيء في هذه الدنيا. طيب فاذا كان ده القلب الاسود قول لي على الابيض فين. طيب هنكمل الحوار مع الدكتور كمال الهلباوي بس بعد الفاصل. اهلا بكم مره تانية واخيره في حوارنا مع الدكتور كمال الهلباوي، امين عام منتدى الوحده الاسلاميه والقيادي السابق بجماعه الاخوان المسلمين. وكان سؤالنا على حاجات كتير قوي، بس انا عايز اقول لكم ان وائل غنيم بيعتذر عن واقعه ال 500 مليار ويشكر الحريه والعداله. عبر الناشط السياسي وائل غنيم عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك عن اعتذاره للدكتور محمد البلتاجي القيادي لحزب الحريه والعداله عن سوء الفهم حول ما جاء في الكلمه التي القاها الاخير خلال مليونيه تطهير القضاء. وقد شكر صفحة الحرية والعدالة. كان غنيم قد قال أن البلتاجي كشف خلال كلمته عن أن التفتيش القضائي متستر على أكبر قضية فساد في تاريخ القضاء المصري، قضية سرقة 500 مليار جنيه لصالح أحد القضاة، قبل أن تتضح الحقيقة تصريحات البلتاجي التي قال فيها نصا: أقسم بالله العظيم داخل أروقة وزارة العدل قضية واحدة، ملف واحد لدى أحد القضاة فيه مبالغ إهدار مال عام من رموز النظام السابق بسرقة أراضي الدولة تزيد قيمتها عن 500 مليار جنيه، ساكتين عنها ليه يا مجلس القضاء ويا تفتيش قضائي؟ ده اللي وارد على اليوم السابع. وهرجع للدكتور كمال الهلباوي، كنت بقول له ان صاحبي قال لي ان اي حد بيطلع من الاخوان المسلمين ويكتب عنهم كلام وحش قلبه اسود. هو الدكتور كمال الهلباوي واحد من اللي قلبهم معرفش اللي قلبهم ابيض. انت طلعت من الاخوان ومع ذلك ما كتبتش عنهم حاجه وحشه. لا انا يعني الاخوان دول في دمي. تمام. المشروع كمشروع. تمام. ولما يجوا في السلطه يبقوا زي اي حد في السلطه يجب ان يحاسب. تمام. لانه اهدار حقوق الناس واهدار كفاءه الوطن والانتقال به من دوله عميقه كما كان الى دوله اكاد اراها فاشله، مسؤوليه الاخوان. تمام. وحزب الحريه والعداله. لا يمكن نجامل بعض. تمام. في هذا الامر. تمام. وخاصه ان احنا تعلمنا في رساله التعليم للامام البنا. تمام. ما قاله بعض الفقهاء سابقا في الماده 6 من اصول الفهم: كل احد يؤخذ من كلامه وطبعا افعاله ويترك الا المعصوم صلى الله عليه وسلم. فمش كل ما هيعمله الاخوان انا لازم اقف في صف الاخوان. زي مثلا ما الاعلان الدستوري سقفوا له وسقفوا للالغاء. لا يمكن هذا يكون صاحب عقل. تمام. انما خليني اقول لك شيء عن بعض اللي خرجوا من الاخوان. وانا هذكر يعني واحد معروف اللي هو الدكتور سيد عبد الستار. تمام. كان امين العلميين وله تاريخ وكان عضو في الشورى، رغم ان بعض الكبار الاسلاميين في الاخوان قالوا عنه ما نعرفوش. ودي نقطه ضعف شديده جدا عند بعض المسؤولين. تمام. اذا مش عاجبه حد ما نعرفوش. زي واحد مره ما قال كمال الهلباوي ده مش من الاخوان، ده مستقيل من الاخوان من زمان. سيد عبد الستار لما كتب كتابه وانا جيت مصر قريت الكتاب والتقينا سويا. قلت له يا دكتور سيد انا ارى ان هنا نقطة 2 3 4 وفي صديق اخر مشترك بيننا كان موجود
والله الدكتور سيد عبد الستار بأريحية كاملة قال لي أخ كمال أنت والأخ الثاني مش عايز أقول اسمه صلحوا ما ليه ترونه. مش عايز تقول اسمه ليه؟ يعني لأنه بيشتغل في مكان مش عايز أجيب له وجع دماغ. فصلحوا اللي انتم شايفينه وأنا أعتذر عنه. أدي نفس سيد عبد الستار. طيب في ثروت الخرباوي. أنا خليني أقول لك بالنسبة لثروت وغيره. تمام. محدش في الإخوان يقدر يفهم الإخوان على أعلى مستوى إلا إذا وصل إلى أعلى درجة في التنظيم. يا سلام. يعني ممكن. كل اللي تحت دول بمراتبهم ما يفهموش حاجة. لا مش ما يفهموش قصدي الموضوع كله. لا ما يفهموش كله. ولن يفهموا كله. إلا إذا أصبح عضو في الإرشاد، عضو في الشورى، ومطلع على الأمور، ومشارك في الأمور والتخطيط والإشراف على التنفيذ. تمام. لأنه أنت إذا لم تكن عضوا في مجلس الشورى اللي هو المفروض يحاسب مكتب الإرشاد، ولم تكن عضوا في مكتب الإرشاد اللي هو بينفذ سياسات الشورى، هتفهم ايه بقى؟ لن تستطيع. طيب في حد بيسألك في قضايا هنا كبيرة. في حد بيسألك هنا يا دكتور كمال بيقول لك يا ريت تسأل الضيف لما الإخوان في دمه كده انشق عنهم ليه؟ المشروع الإخوان في دمي، إنما أنا استقلت لأن شايف انحرافات عن المشروع الإسلامي. طب ما هو ده اللي كان بيقوله ثروت الخرباوي في كتابه في قلب الإخوان. لا ثروت تتكلم عن ماسونية وحاجات تانية في سر المعبد. أيوه. ودخل في حواري ضيقة قوي. وهي دي مش حقيقة؟ لا بالتأكيد مش حقيقة. يا سلام. طبعا. يعني سر المعبد ده خيال. لا لا ما تاخدنيش بالإجمال والتعميم. طب ما أنا ما خدتكش، أنا بسأل. لا أنا بسأل. لا أنا بتكلم على سر المعبد. لا سر المعبد ده عنوان الكتاب. أيوه. أما الماسونية وغيرها خلينا أشرح لك شيء من اللي ممكن الناس ما تعرفوش. اتفضل. لأن الأفغان اتهم بنفس الشيء. أيوه قالوا عليه ماسوني. تمام. في الغرب وفي الشرق بعض الجمعيات بتحمل أسماء رنانة. تمام. جمعية المحافظة على حقوق الإنسان. تمام. جمعيات حق الحيوان. حقوق الحيوان. تمام. وغيرها. الوحدة الإنسانية. تمام. حقوق فألفاظ براقة بتجتذب إليها من يريد أن يفعل الخير. لما يصل إلى درجة معينة داخل هذا المعبد فبيبتدي يكتشف إن مش ده المكان المناسب، لأنه مش محاط بصور من الأخلاق أو السلوك الحسن. كويس. فبيرجع. كويس. فمش معناه إنه ماسوني. كويس. ولا معناه إنه راجل منفلت، إنما ده راجل محب للخير، حاول يعمل خير، لقى المكان مش بتاع كده. مش بتاع كده. تمام. ادي تفسيري لما اقراه وما اعرفه عن افراد كثيرين. كويس. يعني مثلا الناس دعونا تعالوا نوادي كذا، تعالوا نوادي كذا، اديهم محاضره. انا دعيت مره لاحتفال عملوا بعض الناس حضر فيه عبد الحليم قنديل وغيره يتكلموا، فدعونا اتكلم. ما رضيتش. ليه؟ انا يعني علمي ليه؟ ان هذه الجمعيات انا ما يصحش اتكلم فيها. ما يصحش اروح نادي روتري. انا كنت لسه اقول بالاسم الروتري او مثلا اللاينز. حتى لو عملوا الروتري او اللاينز في فندق شيبرد او فندق سميراميس. ليه بقى؟ لان اصبحت هذه الدوائر مشبوهه. اوكي. فخدت بالك لو راح الدكتور كمال بقى يتقال زي الباب. انا لما ادخل بتاع دي ديسكو مثلا، ديسكو عشان ادعي الناس، هل الناس هتسمعني؟ لا طبعا، مش مجال دي. طبعا. او ادخل خماره عشان انهى الناس عن شرب الخمر، مش المجال. ايوه ده مش المجال. فده اللي خلاني امتنع. ايوه. انما مثلا انا ادعى الى قنوات اعلاميه فلوليه ما يهمنيش. خلاص تمام. لان في نافذه بيني وبين الناس، والناس شايفه انا بعمل ايه وبتكلم فيه، والناس شايفه. مظبوط. واضحه دي. فاذا في حقائق لا احد يستطيع ان يفهم الاخوان المسلمين الا اذا وصل لمراتب عليا، الا اذا وصل الى اقصى درجه الرئاسه. ادي واحده. 2 2
مش ممكن في بعض الناس للاسف الشديد بياخدوا معلومات وهم في الاخوان اذا كتبوا عنهم من جهات ممكن تكون مشبوهه. تمام. زي مثلا جورج ميتشل لما كتب كتابه الكبير عن الاخوان المسلمين، نص وقابل الاستاذ صلاح شاد الله يرحمه، وقابل فريد عبد الخالق الله يرحمه، وقابل غيره من الناس، نص المعلومات اللي واخدها ميتشل في الكتاب كانت من المباحث العامه. فانت بتاخد من ضدك، وفي معلومات بتتسرب بهذا الشكل. ايوه. فيصح الناس يبقوا عاقلين عندما يكتبوا. انما مش معنى ان المشروع الاسلامي في دمي وان الاخوان بيغلطهم وهم بيقودوا البلد الان ان انا اقول والله ده احنا اخوان مع بعض مسلمين او دول علمونا او كذا وداري عليهم وداري على اخطائهم. لا ما تعلمناش طيب. كده عشان وقت. طب عشان وقت بسرعه، حضرتك عملت او حاولت تعمل دور في التقارب ما بين الاخوان او ايران والاخوان؟ لا مش الاخوان، الامه. انا مشروعنا امين منتدى الوحده الاسلاميه. تمام. فانا مش الاخوان ولا السلف. الاخوان يمكن ما عندهمش مشكله كبيره مع ايرانيين في موضوع يعني المسلم، لانه النبي عليه الصلاه والسلام من الاحاديث الصحيحه في البخاري وفي مسلم وفي السنن، كتب السنن الصحاح زي النسائي والترمذي وابن ماجه وابو داود، يقول من شهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وان عيسى نبي الله وان الجنه حق وان النار حق ادخله الله الجنه على ما كان عليه من عمل. مش بس يبقى مسلم، وربنا بيقول في القرآن يعني إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. تمام. ولذلك التشدد جريمة ومرض والتشدد. تمام. إذا التقارب كان بين إيران وبين الأمة كجزء من الأمة، وأنت لا ترى في التقارب غير خطر. لا مش ممكن. يا أستاذ خلينا أسأل حضرتك، اتفضل. هي مذاهب أهل السنة معمولة من الإزاز؟ لا. ومذهب الاثنى عشر معمول من الحديد؟ لا. هيقع الحديد على الإزاز يكسره؟ أيوة بس هم بقى عندهم ده اللي بيقول كده يعني اسمح لي اتفضل، متخلف عن فهم قوة المذاهب الأربعة من أهل السنة، متخلف. أيوة بس اللي بيقول كده بيقول إن الشيعة بيتسربوا وعندهم التقية. طب وأنت ليه ما بتتسربش؟ أنت ليه لما أنت قوي 4 مذاهب خايفة من مذهب؟ هم معاهم فلوس وممكن يغيرونا يا دكتور. والعرب ما عندهمش فلوس يا أستاذ. أنا ما بتكلمش على العرب، بتكلم على مصر. مصر، وهي مصر الفاطميين عاشوا كم سنة؟ 200 سنة 300 وحاجة. هل قدروا يحولوا المصريين دول جملة واحدة أقولها للمصريين أنهم سني المذهب شيعي الهوى. الحب لآل أنا قابلت واحد صاحبي شيعي وقلت له أنا شيعي الهوى، قال لي أنت تعرف إيه عن الشيعة؟ سيبك منه والصراع يا دكتور كمال. لما يجي واحد يقول لي عمر، يا مولانا، لما يجي واحد يقول لي عمر بن الخطاب كافر، في مقال هيطلع بكرة إن شاء الله في الدستور إن شاء الله، عنوانه صراع التحديات قد يزول وصراع الفتن قد يطول. خدت بالك؟ فدي فتنة من الفتن يا دكتور كمال. المهم خليني بس أقول لحضرتك، ما أنا معاك أهو والله. خليني أقول لحضرتك، اتفضل. خليني أقول لحضرتك، في مؤتمر عقد في هرتزيليا بلدة شمال تل أبيب، وهو بيعقد سنويا، عقد من أسبوع. تمام. وبيستضيفوا فيه بعض مفكرين العالم اليهود كويس ومؤيدي الصهيونية. تمام. تعرف السنة دي للمرة الكام يأكدهم ضرورة العمل على اشتداد الصراع بين السنة والشيعة وإثارة. يا سيدي أنا بقول لك على مؤتمر أهو، روح شوفه وخلي اللي بيصارع ما بين المذهبين يشوف، يبقى بينفذ أجندة أمريكية إسرائيلية. يعني أنت حضرتك لا ترى في الشيعة أي خطر على مصر وعلى المذهب السني؟ لا، حتى لو كان في ورا فلوس. أنا واثق من مذاهبنا الأربعة، وأنا لي أصدقاء من الشيعة. قل ما تشاء. طب ما هو مذاهبنا الأربعة. طب ليه ما غيرونيش؟ ليه ما حدش يا دكتور كمال لما يقول لي عمر بن الخطاب قتل السيدة فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم؟ يا أستاذ في خرافات وبدع. ده موجودة في كتاب السنة بتاعنا في البخاري.
ده هم بيقولوا اقرا البخاري هتلاقيها في البخاري. تقرا ايه؟ الواقعه دي بتاعت سيدنا عمر لما فتح الباب على السيده فاطمه وكانت حامل فاتخبطت في الباب ماتت. هم بيقولوا كده. لا النبي قبل سيدنا عمر، قبل سيدنا عمر دول جهله في الفهم. ما هم دول الشيعة يا استاذ اسمعني، ما انا ما هو سامع. في شيعه سيئين للغايه. الاخوان مش بيروا ان هنا في ليبراليين عايزين الحرق؟ لازم يروحوا النار. ها؟ ايوه. طب ما هو الشيعه برضه عندهم ناس كده. عندهم ناس شايفه ان السنه لازم تروح النار. لا، عندهم ناس هم نفسهم في غايه السوء. هم نفسهم. طب اذا كان ده احنا جالنا لندن واحد اسمه ياسر الحبيب، وهو عدو مش حبيب، عدو للكل. الشيعة نفسهم تبرأوا منه. والخمنائي الإمام الخمنائي والإمام الخميني من قبل ناس دعوا إلى التقارب ده والعمل عليه، وناس مستعدين، ناس مسلمين. انت تخاف منه ليه؟ اللي بيخاف ضعيف الحجة، اللي بيخاف ضعيف الحجة. طيب. هو ضعيف البرهان. لا ما انا مع حضرتك والله. انما خلي المتشددين يروحوا المؤتمر الاعتزالي. طيب انا عايز اقول لحضرتك، انا عايز اقول لك خبر بسرعه. دلوقتي الرئيس مرسي هيطلع في حوار على الجزيره لمده ساعتين. انا بس عايز اتعلق على حاجه وهيتذاع على القناه دي. طبعا. انا عايزك حضرتك هنعدي بسرعه على قول لي، هل ترى في زياره الرئيس لروسيا هل ترى انها نجحت او لا، او كانت موفقه؟ انا اللي قريته، انا ما كنتش معاهم، انما اللي قريته انه لم ينجح في استقطاب اموال ولا استثمارات. والاسباب ايه يا دكتور؟ وبعدين سمعت ان في حديث عن السياحه، وكأن النساء الروسيات والرجال الروسيين اللي بقايا الشيوعيه اطهر من الايرانيين. محدش صار ضد هذا الامر، اللي هم انما صاروا ضد السياحه الشيعة في مصر. ولكن ما سمعتش ان حد صار. حد مين كمان يكون يصير؟ من المتسلفين، مش السلفيين. لان السلف في فهمهم للاسلام عظيم. تمام. شيء عظيم. تمام. ابن تيميه. طيب. ابن القيم. طيب. انما المتسلف زي المتأخون، زي المتأسلم. ايوه. زي المتأمرك. ايوه بالظبط كده. يدعي. لا التشبه. بيدعي. التشبه. طيب تفتكر الرئيس في الحوار اللي جاي ده هيتكلم ليه؟ يعني هيقول ايه؟ تفتكر ايه النقاط اللي ممكن؟ انا اعتقد انه استفاد شويه مش كتيره قوي من النقد الذي وجه اليه في بقيه حواراته كلها. هيتكلم عن الحريات وخصوصا حريه الاعلام. تمام. هيتكلم عن الظروف الصعبه اللي بتمر فيها مصر. تمام. ومحاولات الحصول على قروض. كويس. والتعاون في المنطقه. تمام. وهيتكلم على سوريا. تمام. ومشكلتها. تفتكر هيشرح لنا الرئيس فشل او نجح في روسيا، في زيارته لروسيا؟ مش هيقدر يقول. ما فيش رئيس بيشرح انه فشل والله. لا. انت ترى انه فشل؟ انا شايف الزياره فشلت، مشروع اللي فشل. الزياره فشلت. تمام. طيب خليني بسرعه كده اقول لك، هل هناك في صراع اجنحه فعلا داخل تنظيم الاخوان المسلمين؟ ممكن. انا ايامي انا شفت حاجات. ما كانش فيه القطبيين والاصلاحيين؟ لا موجودين، انما ما كانش القياده الغالبيه مما يسمى قياده قطبيه. وانا يا ريت والله العظيم يا ريت قياده الاخوان تبقى قياده قطبيه وتحب الجهاد، ومحدش قياده قطبيه يعني تتبع فكر محدش يقول خلي اليهود يرجعوا تاني. يا استاذ. لا. سيد قطب. فين سيد قطب؟ فين احنا وفين سيد قطب؟ المشكله سيد قطب الفقهيه وهو ليس فقيه. مشكلتين اثنين. ايوه. قضيه الحاكميه. ايوه بالظبط. وقضيه تجهيل المجتمع. انا عندي مشكله بس انما غير كده سيد قطب يعيش في امال وطموحات الدوله الاسلاميه والامه الاسلاميه والعدل الذي لا حد له. طب ده سيد قطب. خليني اقول لك بقى التمويل، قضيه التمويل بتاعت من اين ياتي التمويل لجماعه الاخوان المسلمين او انا لغايه ما انا موجود في مكتب الارشاد وفي الشورى ومتابع، وكنت مسؤول عن قاره باكملها. ايام ما كنت في افغانستان اسمها قاره اسيا. كل الاخوان مسؤول عن كل الاخوان فيه. تمام. اشهد الله ان هناك تهمتين الاخوان براء منها. طيب
طيب. التمويل طيب. والميليشيات. طيب خليني اقول لحضراتكم اني بشكر الدكتور كمال الهلباوي امين عام منتدى الوحده الاسلاميه والقائد السابق بجماعه الاخوان المسلمين، واقول لكم ان دلوقتي هنفصل ونطلع هوا لاذاعه حوار الرئيس مرسي مع قناه